صدق ما ينبغى. ኦኬ ብመጀመርታ ቅሬታ ደንጉና ጀሚርና ነገራት ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ዝኾነ ጉዳይ ኣጋጢሙ ናይ ሎሚ ምሸት ጋሻና ክቡር ሓው ዶክተር ዓብድልቃድር ዓሊ ዑስማን ሩፋይ ክኸውን እቲ ናይ ሎሚ ምሸት ዛዕባና ድማ ጉዳይ ደንካልያ ክኸውን ንሱ ከዓ ኣብ ትሕቲ ደንካልያ ካብ ፍትሓዊ ጠለብ ወይ ሕቶ ናብ ናይ ምስፍሕፋሕ ዋጋ ዕዳጋ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ምሳና ከምሲ ክቡር دكتور عبد القادر. اولا ناسف على التاخير، هي لظروف خارجه عن ارادتنا، لكن مساء هذه الامسيه هي حديثنا حيكون عن منطقه عزيزه علينا، منطقه دنكاليا، والمتحدث الرئيسي حول دنكاليا حيكون الدكتور عبد القادر علي عثمان رفة. وموضوع الحلقه او هذه الامسيه هو دنكاليا من دنكاليا من مطالب عادلة إلى ورقة مساومة في المشاريع التوسعية. إذن اختصارا للوقت وكسبا للوقت بمعنى آخر، أرجو الدكتور عبد القادر بعد أن يعرفنا بنفسه ولو بإيجاز، بعد ذلك حنبدأ في الأمسية. باركس كابز قصيلنا دكتور عبد القادر دار حسير ملالي مس نفسه مسانا مسلالينا قصيلنا بغتا أبتينا يلوم مشي الزعبان آخر أبتينا. تفضل دكتور عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي مسموع؟ مسموع. ممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبد القادر علي عثمان. آخر مرة كنت في اللقاء كنت كتبت يومتها لما عرفت نفسي قلت أب لطفل، واليوم أب لثلاث أطفال. يعني فأب متزوج وأب لثلاث أطفال ومقيم في السويد من عام 2011. ومهتم بالشأن الإريتري ككل الأحرار والنشطاء في الساحة الإريترية يعني. ولأنه ما عندنا بديل، لابد أن نهتم، نكون أو لا نكون. واليوم طبعا بحسب المستجدات اللي استجدت فاهتمامنا يكون زاد أكثر. فباختصار كما قلت أنا عبد القادر علي عثمان، مهندس وناشط سياسي وأعمل في النقابة في السويد في مجال النقابة والرعاية الصحية. هذا باختصار، وأنا سعيد بوجودي معكم. بمجمرتا سمي عبد القادر ايو قد محجي ابو حدا ولد الى تلاليكم يرح جن ابو ثلاثه ولد كوينا له. أنا كم زخانة يكون قدوس إرتراوي أبو داي حجري زي قدسية بوليتيكاوي بوليتيكاوي قداي دما ينتفقوا وين أبنا قباو قداي أب زوان زي أب سويدن، في السويد مش كده؟ نعم. أب زوان زي أب سويد يخدمت سلازي قال مرجع خايب اللين أب زو قداي حجري قدوس تنقسقاسن كون ኣለኒ ምክንያቱ መተካዕታ ካልእ የብለይን። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ንነፍሰይ ብከምዚ የላልያ። إذن تفضل دكتور عبد القادر، الشاشة لك. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أوجه شكري للقائمين، الإخوة القائمين على هذا المنبر، منبر حوار الوعي المشترك، على هذه الاستضافة الكريمة. كما أحب أن أشكر كل الأخوة والأخوات الحضور والمتابعين لهذا الحدث أو النقاش المهم الذي جاء في وقت بالغ الحساسية فيما يخص الشأن الإريتري عامة، وقضية ودانكاليا على وجه الخصوص.
ولقاءنا كما موجود في العنوان هو يتعلق مجملا بشأن دانكاليا والأزمات التي تتصاعد حاليا، سيما حيصب أكثر لقائي وكلامي في انطلاقا من المؤتمر الذي عقد مؤخرا في مدينة سمرة في إثيوبيا في الإقليم العفري، والذي كان برعاية الأخوة أو نشطاء وبعض الأخوة من النشطاء السياسيين، النشطاء والأحزاب السياسية في المهجر. أثار طبعا هذا الاجتماع وهذا المؤتمر تساؤلات كثيرة حقيقة، وهي مشروعة، تساؤلات كانت بالمضمون والتوقيت، وأنا باعتقادي وأنا منهم، هي تساؤلات مشروعة، سيما وأن إثيوبيا الآن أعلنت لأن المؤتمر تطابق مع إعلان إثيوبيا أو تصريحها الذي كان معلنا عن ضم دانكالي جزء أصيل من إريتريا. وفي الوقت نفسه إثيوبيا كما شاهد الجميع مؤخرا بدأت لتردف هذه الأطماع التوسعية، بدأت باستدعاء التاريخ المشترك للعفر حتى يتم استغلال هذا التاريخ سياسيا. فانطلاقا من هذه المخاوف، من هذه الأشياء، سيكون لقاءنا الليلة، وأنا سأحاول بقدر الإمكان أن نكون موضوعيا وبعيدا عن العاطفة، ومحاولتنا تصب في تحذير، ليس تخوين أحد، ولكن نحذر من تم استغفالهم، يعني للأسف الإخوة العفر. بداية أخواتي إريتريا، أزمة إريتريا اليوم ليست أزمة عابرة، وليست تحديات بسيطة، وإنما هي اليوم إريتريا تمر في مرحلة مفصلية لتاريخها، مرحلة تعتبر فارقة، مرحلة أنا أعتبرها شخصيا مرحلة وجود إريتريا ككيان، كدولة، وليست تنظيم، وإنما ككيان مهدد اليوم بالتمزق، بالتمزيق، بالتقسيم. وهو هذا الكلام ليس لا أذيع سرا، يعني إثيوبيا أعلنت أكثر من مرة هذا الشيء. لم يكن إعلان إثيوبيا كما يحاول البعض تفسيره هو أنه من باب تعنت السياسي في فتح معابر وفتح مسار لإثيوبيا، إنما إثيوبيا استدعت حتى التاريخ الاستعماري. يعني عادة نحن شاهدنا في كل الاحتلال، في كل الاستعمار في العالم، يعتذر عن الحقبة أو يحاول بقدر الإمكان يبرر أن تلك الحقبة لم تكن بذاك السوء، يعني الذي يصوره المجتمع الذي تم استعماره أو احتلاله. ولكنه لم نشهد تاريخيا حتى هذه اللحظة أي دولة احتلال بكل بجاحة تستدعي تاريخها كأن لها حق في تلك الحقبة، أن هذه بدلا من أن تعتذر لحقبة الاستعمار، بالعكس تتفاخر وتعتقد أن ما حصل أو استغلال تلك الشعوب كان يعتبر غلطة تاريخية. لم يحصل هذا الشيء إلا في عهد إثيوبيا الحالية، في عهد إثيوبيا أبي أحمد. هذا للأسف، يعني كنت كغيري من الإريتريين والإثيوبيين أستبشر خيرا، ولو بحذر، لكن كنا نستبشر خيرا، لأنه سيما وأن أبي أحمد نال شهادة نوبل للسلام، جائزة نوبل للسلام، لا لشيء إلا لأنه فتح مسار حواري، فتح مسار سلام بينه وبين إريتريا. كنا نعتقد أنه على الأقل أبي أحمد سيساهم في تغيير، وإن يكون ليس النظام، ولكن على الأقل مؤقتا كمرحلة أولية تغيير سلوك هذا النظام في إريتريا. ولكنه كان طموح أبي أحمد للأسف أكبر من السياسة وطموح تغيير النظام في إريتريا، بل هو طموح توسعي استعماري قديم. كنا نعتقد أن التاريخ كان
رغم تلك المرحلة، لكن للأسف إن العقلية الحاكمة في إثيوبيا لا تزال لم تتغير ولم تستوعب الدروس من الماضي. لكن عموما ليس هذا فقط هو التهديد الحقيقي لوجود إريتريا. كما كتبت في ورقتي التي أشرتها عندكم، إريتريا تهديدها وشوري هو نتيجة لعملية تراكمية طيلة هذه السنوات، منذ الاستقلال، منذ تسلم السلطة، تسلم جبهة، تسلم سياسة فرض السلطة أو زمام الأمور في إريتريا. أكبر تهديد منذ اليوم الأول لإريتريا وجودا كان من الداخل، من الداخل الإريتري. النظام الإريتري هو بسلوك النظام الإريتري ومنهجية تعامله في دكتور، هنا نقف عشان ما يطول ترجمة. نعم نعم، يحتاج لترجمة طبعا، ممتاز ولو بإيجاز. ممتاز. بمجمرتا مزጋዛይ ንዘተን ሓራቡ ንቕሓትኩም እውን ንተኸታተልትን ንሰዓትን ኣብ ዝገዛ ዘለኹም ይኹኑ ወይ ወፃኢት ኣብ ዝገዛ መራኸቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘለኹም ብጉዳይ ደንታልያ ተገዲስከ ክዛረብ ካብ ዝገደደኒ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ሰመራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ ፖለቲካዊ ተንቀሳቐስትን ፖለቲካዊ ውድባትን ዝተሳተፍዎ ብዙሕ ሕቶታት ከልዕልካ ዝገብር ኩነታት ስለ ዝተረኣዩ ጉባኤ ኣብ ጉዳይ ደንከል ብዙሕ ሕቶታት ከተልዕል ይገብረካ። ነዚ ዘልዕሎ ሕቶታትን ዘልዕሎ ነገራትን ድማ ካብ ስምዒት ወፃኢ ኮይነ ብዝተኻለ መጠን ብወድዓውነት ክሪኦ እየ ዝፈቱ። ስለዚ ማለት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ታሪኻውን ሕጋውን መሰል ኣሎኒ ናይ ምባል ካብ ንኾነ ይኹን ሰብ ዝተሰወረ ኣይኮነን፣ ብግልፂ ኣብ ዝበሃልሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ድማ ምስጢር ኣይኮነን። እዚ ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ኣብ ዘልዕል ቦታ ኣብኡ ኣብ ትገብሮ ነገራት ናይ ሕቶ ምልክታት ከተቐምጥ ይግድደካ። እዚ ማለተይ ግና ንዝኾነ ይኹን ንምውጃልን ወይ እውን ምኽሳስን ወይ እውን ብኽድዓት ምርኣይን ዘይኮነ ነቲ ኩነታት ብብርሁ ንምርኣየ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ካልኦት ናይ መግዛእቲ ሓይልታት ፍሉይ ዝገብራ ዝኾነ ይኹን ናይ መግዛእቲ ሓይሊ ድሕሪ ናይ ግዝኣቱ ነፃ ምውፃእ ናይ ብታሪክን ብሕግን ይግባኣኒ እዩ ዝብል ነገራት ኣልዒለን ኣይፈልጣን። ግን ብወገን ኢትዮጵያ እዚ ንሕና ሎሚ እንሪኦ ዘለና ዘይንቡር ኩነታት እዩ። ኮር ተገልበጥ ኮይኑ ኣብ ክንድቲ ንሕና ከም ደቂ ሃገር ብዙሕ ካብ ኢትዮጵያ ንሓቶ ንሱ ዝያዳ ኣብ ልዕሌና ብዙሕ ሕቶታት የልዕል። ብገዛ ርእሱ ናይ ሰላም ብልጫ ወይ ኖብል ፕራይስ ክወስድ እንከሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ዘተ ናይ ሰላም ናይ ምርግጋእ ኩነታት ንምፍጣር ብዘርኣዮ ግዳማዊ መልክዕ ናይቲ ውሽጣዊ ኣተሓሳስቡ እዩ። እንተኾነ ግን ነዊሕ ከይገዘ እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕድኡ እዩ ከልዕልን ከቐድምን ተራእዩ። ስለዚ ኣብ ትሕቲ ኣብ ክሊ እዚ ኩነታት እዚ ወይ ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ዝተኻየደ ጉባኤ ስለ ዝኾነ ብኣትኩሮ ክሪኦ ተገዲደ። በኣረይ እዚ ዝኾነ ድማ ሎሚ ኤርትራ ካብ ግዜ ናፅነታ ኣትሒዛ ኣብ ዝኸፍአ ኣብ ሓደገኛ ናይ ህልውና ፈተነ ትርከብ። እዚ ፈተነ እዚ ከም ቀሊል ሓላፊ ተራእዩ ብሻላማላ ዝግጠም ፀገም ኣይኮነን። ብሃንደበት ዝተፈጥረ ሽግር እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እኩብ ድምር ናይቲ ዝሓለፈ ኩነታት ናይ ኤርትራ ተሓልፎ ዝነበረት ኩነታት እዩ እዚ ሎሚ ንሓደጋ ኣሳጢሕዋ ዘሎ። ስለዚ እዚ ሓደጋ እዚ እንታይ ከም ዝመስል ካበይ እውን ከም ዝብገስ በብሓደ بزرزر كنرئي كفتن تفضل. شكرا. نعم، النظام الإريتري كما قلت هو أسس لهذه الأزمة، أزمة الداخل، أزمة الثقة بين الشعب. اليوم الشعب الإريتري لا يكاد يوجد مركز لاجئين في العالم إلا تجد فيه إريتريين إن لم يكونوا الأغلبية.
هم يعتبر بعدد كثير. تعتبر أكثر نسبة لجوء في أوروبا هم اللاجئين الإريتريين، وأكبر نسبة من يقتل في البحر المتوسط هم من الإريتريين. للأسف لا نعتبر دولة ليست إريتريا أو سياسة فرق اليوم أوصل إريتريا لمستوى أقل من الدولة الفاشلة وبنظام. عادة الدول الفاشلة تكون ليس يكون فيها نظام، تكون أسقطت فيها النظام، تكون هناك قوى متناحرة. ولكن للأسف إريتريا دولة ذات سيادة وبنظام صوري، ولكن في نفس الوقت تعتبر دولة فاشلة. والذي أوصلها لهذا الفشل هو هذا النظام الإريتري. النظام الإريتري اليوم يكاد يعتبر حجر الأساس في هدم الدولة الإريترية. أنا لا أتحدث عن هدم النظام تهجير فقط، وإنما كيان الدولة الإريترية. كيان الدولة دائما ينهار عندما يفقد الشعب الثقة في هذه الدولة، وما نراه اليوم يعني نسبة ثقة المواطن الإريتري بالدولة بدأت تتضاءل. ولذلك بعض الدول الخارجية وبعض الدول الإقليمية تلعب على هذا الأساس، على هذا الوتر. عندما تجد وتتأكد جازمة، هذه حصلت في كل الدول المحيطة بنا، لست يعني أنا لا أخترع شيئا هنا، حصلت. تم استغلال الأقليات وقضية الأقليات في أكثر من دولة في محيطنا الأفريقي والعربي، ليس لأن هذه الأقليات لا تعي مشاريع الخارجية، وإنما الأنظمة القمعية هي التي أوصلتهم أنها ترتمي بحضن مثل هذه المشاريع. ربما تعتقد أنها ستصل إلى أي نتيجة، وبالطبع فشلت كل هذه المشاريع وتم استغلالهم للأسف يعني. ولا بد أن حتى الأخوة الآن يستفيدوا من هذه الأخوة العربية. عموما أقدر أتجاوز ولا أترجم. النقطة الثانية هي إثيوبيا الجارة إثيوبيا التي ظلت علاقة إريتريا والإريتريين بها بالمد والجزر طيلة منذ استقلال إريتريا. تعامل الجارة إثيوبيا كان دائما منطلق من علاقة أو مزاج السياسي صانع القرار في إثيوبيا. عندما يكون صانع القرار في حال الصدام مع إريتريا يتم توظيف قضية الشعب الإريتري، سيما قضية الشعب العفري، ضد الدولة. ولكن أول ما يتم ردم المسافة بين النظام الإريتري والنظام الإثيوبي، مسافة الخلاف بين النظام الإريتري والنظام الإثيوبي، أول قرار تتخذه إثيوبيا هي إما الزج أو طرد المعارضة الإريترية من أراضي الإثيوبية، حتى بدون مراعاة لتاريخ النضال الشعب الإريتري أو تاريخ وجودهم أو وجود المعارضة الإريترية في إثيوبيا. نذكر أول ما جاء أبي أحمد لسدة الحكم كان بعد قرار التوافق بين إثيوبيا وإريتريا. أول قرار اتخذه بعد فتح السفارة الإريترية هو طرد المعارضة الإريترية وزج بعضهم في السجن، ومن ضمنهم العفر الذي يتغنى بتاريخهم اليوم. أول من زج بهم في السجن هو نظام أبي أحمد عندما جاء المعارضة الإريترية، وحتى العفري يعني. أنا لما أقول المعارضة الإريترية أضم حتى العفري. فالنظام الإثيوبي ما يدعيه اليوم إنه يحتاج منفذ بحري فقط اقتصادي، هذا محض هراء. والدليل على ذلك إثيوبيا كانت طيلة هذه الفترة تستطيع أن تفتح لنفسها منفذ أو معبر عبر ميناء عصب، عندما كانت علاقتها مع السياسة الأفريقي علاقة طيبة جدا، ولكنها لم تفعل. السؤال لماذا اليوم ما تفعله إثيوبيا اليوم أكبر من معبر أو منفذ بحري؟ ما تفعله إثيوبيا اليوم هو مشروع توسعي في المنطقة، وهو مشروع
تقسيم وتجزيء جزء أصيل من إريتريا، وهو جزء وهو مشروع تحريض شعبي ضد بين أبناء الشعب العفري في إثيوبيا وإريتريا. ما تقوم به هو تحريضهم وتقوم بالمواجهة، ومن كان له رأي آخر في هذا الصدد يتهم بالعمالة، للأسف بالعمالة حتى المعارضة الإريترية تتهم اليوم بالعمالة لنظام السياسي للأسف، فقط لأنها قالت لا للمشروع التوسعي الإثيوبي. وأحد أهم أضلاع المثلث الذي يهدد الكيان الإريتري كدولة هي كما قلت مشروع التوسع الإثيوبي اليوم، الذي يستخدم للأسف من أبناء شعب دنكاليا، أبناء دنكاليا من ضمنهم بعض القوى السياسية للأسف الذين ارتضوا لهذه الفكرة التوسعية بحجة ضم العفر، القضية العفرية. هذا أولا نحن نعتبره خروج عن التوافق الوطني للمعارضة الإريترية. هذه خيانة لإريتريا نفسها، خيانة لتضحيات الآباء نفسهم، وهذا ما نقوله لهم سرا وعلنا، خيانة لكل التضحيات والنضالات اللي قام بها أبناء دنكاليا. دماء دنكاليا التي أسيلت روت تراب هذا الوطن اليوم صارت للأسف إثيوبيا تستغل شريحة معينة لطمس هذا التاريخ وبناء تاريخ وسردية جديدة تقوم على وحدة النسيج الاجتماعي العفري. العفر كغيرهم أي الأخوة والأخوات كغيرهم من شعوب المنطقة، لهم امتدادات طبيعية اجتماعية في المنطقة. لا يوجد اليوم في أفريقيا شعب أو قومية واحدة تسكن منطقة جغرافية واحدة. الشعوب الأفريقية منذ عام 1884 وهي اتفاقية برلين عندما تم تجزئة وتقسيم قام الاستعمار الغربي تقسيم أفريقيا، تم تجزئتهم لا في كل الدول. ترى اليوم تنظر مثلا في إريتريا في قوميات لديها امتداد طبيعي داخل إثيوبيا وداخل جيبوتي وداخل السودان، ليس العفر وحدهم. إن كان كل شخص اليوم يطالب بأن يتم ترميم أو لصق هذا النسيج الاجتماعي، ستحتاج كل قارة أفريقيا ثورة جديدة على الحدود الطبيعية الموجودة اليوم. فبالتالي ما تفعله القوى، هختصر النقطة هنا، ما تفعله اليوم إثيوبيا من استدعاء تاريخ العفر أو استدعاء تاريخ مزيف لها أنها إريتريا ودنكاليا كانت تابعة تاريخيا لإثيوبيا، هذه كلها محظورة. ولا بد على كل المعارضة الإريترية وعلى كل النشطاء الإريتريين وعلى كل الشعب الإريتري أن يهتم بهذا الموضوع ويأخذه على محمل الجد. ما لم تغير إثيوبيا سلوكها تعتبر هي التهديد مثلها مثل إسياس للشعب الإريتري من شماله لجنوبه. اوكي طيب كابزي قصيلنا امبار اتي شجرات حدا كنريو كفتنيه بتي ناي وشطاوي شجر ويون تبع البيتاوي شجر بوختمر لومي كونتاتنا إرتران تداريخنا أبزخونا يكون ناي سدت مدبر زلو بوتا إرتراوي تزلع على قصري زلو إيو أبحنتي نسأل أولاوي تهاجر كوينا كالوت فشولات هاجرات كترين كلها ويا هاجراوش للزقات من كلها حدا الأولاو زقنا منجستي وي منجستي زي بالله كونا لا يكونا جن تبقى صاروا تبقى إرترا زرّي نسأل ሌላው ሃገርን ሃልያ ፍሽልቲ ሃገር ምዃና እዩ። እዚ ከዓ እቲ ስርዓት ስርዓት ናይቲ ስርዓት ፀገም እዩ ማለት ካብቲ ናፅነታ ዝጅምረሉ ኣትሒዙ ን30 ዓመት ዘቁፀረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ
ዝተቃንዐ ጭቆና ኣብ ዘለወሉ እዚ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ዝወረደ መግለፂ እኳ ዝርከቦ እንተይኮነን ኣብቲ ሃገር ከምኡውን ፍርህን ራዕድን ዝነገሰሉ ቦታ ኮይኑ እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ እምነትን ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ምስቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ምርዳእን ስለ ዘይብሉ ናይ ግዳም ኣፍ ደገ ምትእትታው ክፉት ንክገብር ካብ ዘኽኣለን ካብ ዘተባብዕን እዩ እምበኣር እቲ ስርዓት ዝፈጠሮ ኣብ ውሽጡ ሓደ ካብቲ እቲ ናይ ደገ ሓይልታት ናታቶም ሃረርታን ናታቶም ስስዕን ኣብ ልዕሊ ሓደ ዘይንፀል ኣካል ዝኾነ ናይ ኤርትራ ወገን ኣብቲ ናይ ደንከል ወገን ኣብኡ ናይ ኣብዚ ቦታታት እዚ ናይ ታሪክ ምትእስሳርን ምስ ካልእ ነገራትን ኣልዒልካ ይግባኣኒ ወይ ናተይ ምባል ካብቲ ዘተባብዖም እቲ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ኩነታት እዩ ዝኾነ ይኹን ስለዚ እቲ ናይ ውሽጢ ዘሎ ፀገም ህዝቡ ዘይሓቆፈ ህዝቡ ኣብ ክነብርሉ ዝኽእሉ ኩነታት ማለት ኣብ ክነብርሉ ዘይክእሉ ኩነታት ንስደት ዘዳረገ እዚ ኩሉ ኩነታት እዚ ተሓዊሱ እዩ እቲ ቀንዲ መተባብዒ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሸነኽ ነዚ ዘልዕሎ ዘሎ ነገራት ከልዕል ካብ ዝገብሩ ንምሳሌ ወገን ኢትዮጵያ ከምቲ ዝበልናዮ ካብ ዝኾነ ይኹን መግዛእቲ ተሰሚዑን ተራእዩን ዘይፈልጥ ንዝነበረ ምትእስሳራት ማሕበራዊ ምትእስሳር ከም እዚ ናይ ታሪክ ምትእስሳር እዚ ተጠቂምካ ናተይ ምባል እቲ ሓደ ካብቲ ብዝለዓለ ደረጃ ዝንቀሳቀስሉ እሞ ከዓ ናይቲ ህዝቢ ከባቢ እውን ኣታሊልካ ወይ ሓባቢልካ ናይዚ ሓሳብ እዚ ወይ ናይዚ ውጥን እዚ ተሓባባሪ ንምግባር እውን ካብ ዝፀዓረሉ እዩ ልክዕ እዩ ዓፈር ከም ዝኾነ ይኹን ኣብ ዶብ ዝነብሩ ኣህዛብ ኤርትራ ወይ ኣብ ዶብ ዝነብሩ ህዝብታት ናቱ ማሕበራውን ታሪካውን ዝምድናታት ሰብኣውን ዝምድናታት ምስቲ ናይ ጎረባብቶ ዝርከቡ ምስኡ ኣለዉ እዚ ማለት ግን ዝተፈልየ ንዓፋር ዝርኢ ጉዳይ ዘይኮነ ኩሎም ኤርትራ ኣብ ዶብ ዘለዉ ብወገን ሱዳን ይኹን ብወገን ጅቡቲ ይኹን እዚ ምትእስሳራት እዚ ኣለዉ እዚ ምትእስሳራት እዚ ስለ ዘለካ ግን መሬት ናይ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ቆሪስካ ንህዝባን ኣታሊልካ ክግበር ዘይብሉ ነገራት እዩ ኢትዮጵያ ብርግፅ ኣብዚ ክንሪኦ ዝደሊ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ትደሊ ነይራ እንትትኸውን ወይ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ክትጥቀም ነይራ እንትትኸውን ኣብቲ ምስ ስርዓት ኣስመራ ከም ማይን ፀባን ተሓዋዊሶም ዝነብሩሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ነዚ ጉዳይ እዚ ከተልዕሎ ትኽእል ነይራ እንተኾነ ግን ኣልዒላቶ ኣይትፈልጥን ምክንያቱ ኪንኡ ዝኸይድ ዕላማን ክልኡ ዝኸይድ ሓሳባትን ስለ ዘለዋ ኣብቲ ከተልዕሎ እትኽእል እዋን ከተልዕሎ ዝመደበት እዚ ናይ ምስፍሕፋሕ መደብ እውን ንዕኡ ንዝቃወሙ ደቂ ቦታ ብፍላይ ከም ዕሱባት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጌርካ ምውሳድ ወይ እውን እናታቶም ኣንፃሮም ዝዓለመ ወፈራ ምክያድ ልሙድ እዩ እዚ ግና ብዝኾነ ይኹን መልክዕ እቲ ክገብርዎ ደልዮም ዘለዉ ወይ ክበፅሕዎ ደልዮም ዘለዉ ብግሉፅ ንክንሪኦን ብግሉፅ ንክንፈልጦን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ክገልፆ ዝፀናሕኩ ዕላማ ናይዚ ዘልዕልዎ ዘለዉ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ እፅውቲ ሃገር ምዃና እሞ ገለ ኣፍ ደገ ንምርካብ ዘይኮነ ኪንኡ ከይዱ ናይ መሬትን
ህዝብን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ናይ ምእታው ብሓፈሽኡ ናይ ምስፍሕፋሕ መደባት ንምክያድ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ብምርካብ እውን ዘቋርፅ ናይ ምስፍሕፋሕ መደብ ኣይኮነን تفضل. نعم واختاما بالموضوع الموضوع الإثيوبي أحب أن أقول أن الشعب العفري كغيره من الشعب الإريتري كبقية الشعب الإريتري عندما اتجه لإثيوبيا وطلب دعم إثيوبيا لمواجهة النظام في إثيوبيا لم يكن يفوض أو يعطي صلاحية لإثيوبيا أنها تفكك الدولة الإريترية، وإنما كان يعني يطلب منها سند، دعم سياسي ودعم عسكري. ففي المحصلة أستطيع أن أقول اليوم للشعب الإريتري عامة والشعب العفري خاصة سيما كل الأخوة السياسيين الموجودين في إثيوبيا وخارج إثيوبيا. إثيوبيا اليوم لم تعد صديقة للعفر. إثيوبيا لم تعد صديقة للشعب الإريتري. إثيوبيا لا تؤمن بالعدالة بقضية العفر كقضية عادلة، وإنما تريد أن تستغل القضية العفرية كحصان الطروادة حتى تستطيع هدم الدولة الإريترية وتفكيكها بمخالب، وتستخدم العفر كمخلب، فحتى يسهل، فكما يقال الدولة الفاشلة والدولة المدمرة يسهل الاستيلاء عليها، ويسهل الاستيلاء على مقدراتها، يسهل الاستيلاء على قرارها السياسي. غدا عندما لو لا قدر الله تفككت الدولة الإريترية لن يستفيد من هذا إلا إثيوبيا، لا العفر ولا غير العفر، فقط إثيوبيا، لأنها هي ستكون صاحبة القرار. وأمامنا أدلة كثيرة من العراق الذي بعد سقوط الحكم نعرف كلنا من استولى على القرار السياسي والثروات ومقدرات العراق، وكذلك ما الذي حصل في الصومال، ما الذي حصل في سوريا، وما الذي حصل في اليمن، نعرف كلنا. فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. وهناك ضلع آخر لا يقل أهمية من الضلعين السابقين إثيوبيا وإريتريا في هدم أو محاولة هدم الدولة الإريترية، وهو أعتبره شخصيا حتى هذه اللحظة الأخطر، وإن كانت هناك بوادر تبشر على زوال ذلك الخطر إن شاء الله، وهي دولة المال السياسي، دولة المال الفاسد، الإمارات العربية المتحدة، التي تستثمر دائما في كل مكان بالأزمات، تستثمر في أزمات الشعوب، وتستثمر في عدم استقرار الدول عبر دعم الميليشيات، عبر التحريض ليس على الأنظمة بل التحريض على الدول، عبر زعزعة أمن واستقرار البحر الأحمر. أنا شخصيا، وهذا تحليل شخصي، أعتبر دور الإمارات في المنطقة في السودان هو لزعزعة أو لتطويق عبر الاستيلاء على البحر الأحمر، لتطويق أكبر قوتين على شواطئ ضفاف البحر الأحمر، وهم أو أكبر 3 قوى، وهم السعودية، المملكة العربية السعودية ومصر والسودان. هؤلاء أكبر 3 دول مطلة على شاطئ البحر الأحمر. فالإمارات العربية تقاطعت مصالحها اليوم مع إثيوبيا، تقاطعت مصالحها مع إثيوبيا سيما بعد طرد جيبوتي لوجود الإمارات تأميم الميناء. عندما أممت جيبوتي الميناء وقامت بطرد الإمارات، كانت هذه ضربة للإمارات العربية المتحدة، لأنها لم تجد أو خسرت موطئ قدم في البحر الأحمر، فحاولت في إقليم الصومال، تم طردها من هناك، والآن رجعت بقوة. عموما الإمارات والمال الفاسد الإماراتي تقاطعت مصالحها مع مصالح إثيوبيا في مراحل كثيرة يعني. وتحليلي أن دور الإمارات لتطويق مصر والسودان وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية لم يأتي من فراغ، بل
من ما عايناه وعاشرناه. فمثلا الإمارات كانت داعم الأكبر في قضية سد النهضة، فتقاطعت مصالحها مع إثيوبيا حينها ضد مصر، وكانت وما زالت هي الداعم لإثيوبيا في مشروعها ضد السودان. الآن هناك اتهامات الإمارات بأن هناك ميليشيات تدربها إثيوبيا بدعم إماراتي داخل أراضي إثيوبيا. ونفس الشيء هي الداعم الرئيسي لإثيوبيا الآن ضد إريتريا أو الدولة الإريترية، وليست النظام الإريتري. اوكي. أبزي عودزي كي وساكو إثيوبيا نقل حيلتات مسارح نقل حيلتات كاب عفار مسارحي متان نمدبار زي قارص فتنة كتكاي تري كموين كم ناي تروجان فرس كتقملهم انت زي كوينو كاب أقرب حوز نجر كم زي اللو كترادس ودو كوينو جن أفدق بحري زبصح حايلي تقريبا مبصح انت زي كوينو كالي نعوم كاب زخون يكون أحزاب نلعل حاليات اللهم فتياتهم كم زي كونا وين بروك خونا اللهم زي ناي إثيوبيا أسفاحي مدب زي السمامع حايلي تراي كاب هاجراو مسمر موسى راح زي كوني أبلع مبتان حايلي أبلع مبتان تهاجرون قدك الوصل زخل أصبح حسب زجاج عفار ناب إثيوبيا تودون كله كنت كله خنا ناي تقاوم حايلي حجز رخيبهم نتحجزت تتقيمهم أب إرترا زلوا سرعات اليوم كم مس كله خالقون بحبار فتحن حقن زنقسا حجر مفتارن بر حجرهم نمبتتان إلو ما يكون نابت وتعز زخدو سلازي إزوين نخلهم عفر كبلو زدلي عفر مهناس مهناس زودقت حجر إرترا دعا يوم نابت بوتاتي زخدون بر ني مبتتان ناي وسائي إذا بيزا خوينهم نخجلجلو أيكونن سلازي إزي بروح كخون الله مالت عفركم كله تخالي أكال حزب إرترا نا إثيوبيا عقبا موساد وين أبو ما بقس بايتا مركاب إرتران الأولونتان مبتان أي نبرن انتاي دا حجز رخيبكا بقالسي نتيجة بات سرعات أليخا فتحين لعلنا حقين أنجسكا دكاب ما عرز مفتاري أزي إنبار كبلي دلي بخالي اتبسالساي وقن كنريو زلنا أبزي سالساي قولنا إذا شجرزي دحري زبيتاو شجر كابتي منجستي زبقس كابتي أصبح فاعي حيل زبقسن مسارحي غيروين بزتف على من قدي أجبر بيرون تعليلون كجبر زخيل نجارات دحر مرأي سالساي مسؤول ب أزيو مسؤول التحبابر أزيو حد جنيا زخونة ناي حبرات عرب إمارات وناي إمارات حايلي ينسو دما بزلوا وهلول هابتي نربحو أبتزوبان حايلتات منجستن كالوتن زكايدو قوانسي أبو إدمتاونا تقوانسي مبرات عن حاجزات مغرابن ينطف زي وين أب محجي أب يمن أب ليبيا أب السودان كنريو سني إحنا أين حجون التخونة ربحو مستحد مسربحة مستينا إثيوبيا زلعلو دلونا مسفح مدبر كقاتم ويكادو سلزة ترأينا زي نا إثيوبيا حيلوين ناي نواتن ناي جنزبن حيلي بمبار تي ناي مسفح ترؤو أب ناي مقبات ترى قديو أب إرترا يساوت مهلاو أيو أبتي كبابي وين داغ مهندسة ناي تزوبا ناي مقبار وين ينطفيو سلازي زي حيل زي
ብጣዕሚ ሓደገኛ ሓይሊ ኮይኑ ስጋብ ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎቲ ናይ ብሕመይቲ ዝምራሕ ሚሊሽያን ወይ እቲ ብተወርዋሪ ቅልጡፍ ተወርዋሪ ሓይሊ ዝፍለጥ ሚሊሽያን ኣብ መንጎቲ ናይ እቲ መንግስቲ ሰራዊትን ኣብዚ ጎንፂ እዚ ዓብይ ተራን ዓብይ ግደን ክፃወት ፀኒሑ እዩ ኣብቲ ዞባ ብጠቕላላ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጎንፂ ምስሕታርን ምምሕዳሩን ኣብኡ ይነጥፍ ነይሩን ኣሎን እዚ ድማ እትቆፃፀሮ መደባት ንምርካብ ጥራይ ወደባት ጥራይ ንምርካብ ዘይኮነ ናይተን ሃገራት ፖለቲካ ውሳኔ ኣብ ሚዳ ምእታው እውን እዩ እዚ ስለዚ እዚ ስትራቴጂካዊ ብሰፊሑ ናይተን ዞባዊ ሓይልታት እውን ከም ንግስነት ስዑድ ዓረብ ምስርን ሱዳንን ናይ ምኽባብ መደባትን እውን እዩ ስለዚ قديم أبيلنا إمارات ربحاء مس ربح إثيوبيا أب قداي حداسي قدب أنصار مصري سلز تقات أم تي ربحاتهم كم أون أب سودان مس نايتي ماليشيا قلت في حيل ماليشيا بزح مستوم مس ربحاء زقات أم حيلتات تسرح لهم دمانة مس إثيوبيا زراخب ربحاء أب قداي أفدق طيح بحر إن إرترا علامة نمالت نمنجست إسراء زي كونه ني هاجر إسراء علامة مقبر إثيوبيا جنزبا ونواتاون حجز بمهاب إثيوبيا نايت كبابي مرجع إن سلام المزرعة كنتي أبي من ليبيا السودان زتطعمتو مسار حجرة تتكمل لا زوين حدث أبتي نايت بوتانا نعنا ينصل ونان زتمتنا يشد تفضل. شكرا أخوي. الإمارات اليوم بمالها السياسي بهذا المخزون الهائل من الثروة التي لديها استطاعت للأسف زعزعة واستقرار دول كثيرة عبر تمويل مشاريع ضيقة في تلك الدول وما تفعله اليوم في المنطقة في منطقتنا هو امتداد لتلك التجربة التي هي فشلت ربما فيها أو شبه فشلت فيها هو نفس التجربة قامت بنسخ نفس التجربة وإعادتها في منطقتنا في منطقة القرن الأفريقي اليوم نراها مثلا هي التي تغذي المشروع التوسع الإثيوبي الوهم التوسع الإثيوبي بالمال بالدعم اللوجستي والدعم السياسي إثيوبيا لا تتحمل إثيوبيا منهارة اقتصاديا إثيوبيا لا تتحمل الدخول في هذا الصراع منهارة اقتصاديا ومنهارة حتى عملتها انهارت أكثر من 30% من عملتها فقدت قيمتها السوقية إثيوبيا عجزت في عام 2023 عن سداد ديونها وهذا يعتبر انهيار اقتصادي ولكن دعم الإماراتي أو تغذية الإمارات لهذه المشاريع الضخمة واهتمامها البالغ بمثل هذه المشاريع الضيقة مشاريع التفكيك وعدم زعزعة الاستقرار هو ما جعلها تغذي طموح إثيوبيا من جديد ولم تكتفي في هذا الشيء بالمحصلة ما حصل المؤتمر الأخير الذي انعقد الذي بدأنا حديثنا فيه في مدينة سمرة هو يعتبر من بنات مشاريع الإمارات في المنطقة وهذا ليس سرا وليس تهمة وهو تمويل إماراتي بموافقة أمنية إثيوبية حتى يقام هذا المشروع في داخل إثيوبيا المشروع وإن كان براقا في توجهه إلا أنه مشروع مدعوم إماراتيا وهنا لابد أن نضع تحت هذه الكلمة أكثر من سطر لا يجب على الشعب الإريتري أن يركز على الشعارات أستطيع أن
أكتب أي شعار أريده. حتى أن مخرجات المشروع كان مخرجات الحوار الملتقى كان هزلي أو هزيل جدا، لم يأتي بجديد. اتفق الأحزاب على آه، أن العدو المشترك للشعب العفري هو إسياس. من يجهل أن إسياس أفورقي عدو للشعب الإريتري اليوم؟ ليس شيء جديد. الشعب الإريتري بالإضافة للعفر يعاني من النظام الإريتري من 30 عاما، ليس جديد، لا يحتاج لإقامة ملتقيات لهذا الشيء. هذه كلها عناوين براقة لمشاريع، وأنا أكاد أجزم أن الإخوة أو 3/4 من الإخوة الذين حضروا لا يعون ولا يستوعبون ولا تم استغفالهم ولا يدرون الأهداف الحقيقية لهذا الملتقى، لهذه المشاريع. حتى القائمين على المشروع ليس كلهم على علم ودراية. فلا بد من الحذر من التدخل الإماراتي في هذه المنطقة. الإمارات ليست جمعية خيرية، لا توجد دولة تعتبر جمعية خيرية. الدول لديها مصالح، وإن لم تكن لديك خطة تواجه أو توازي مصالح هذه الدول الداعمة، ستكون من ضمن خطط هذه الدول. وهذه قاعدة معروفة، إن لم تخطط يخطط لك. لا بد. فمجتمعنا للأسف المجتمع القيادات السياسية، أنا أتحدث هنا عن القيادات السياسية العفرية. وأنا صراحة أحزنني جدا حضور جبهة البحر الأحمر لهذا الملتقى، وعلى حسب علمي تم الضغط عليه من الجهات الأمنية في إثيوبيا للحضور، وإلا الجبهة أعلنت بيان، أخرجت بيان أنها لن تحضر ولن تشارك في هذا الملتقى، ولكن في النهاية حضرت. أيا كانت الأسباب فهي حضرت، ولديهم قريبا مؤتمر، أو أتمنى من الأخوة الحضور أن يسألوهم لماذا، ما هي الأسباب التي شارك أي فيها جبهة هذه اللي حضرت؟ جبهة البحر الأحمر. تنظيم البحر الأحمر تنظيم أعلن عفر في البحر البداية الأحمر. لن يحضر. عفر البحر أعلن في البداية أنه لن يحضر وأنه مقاطع لهذا المؤتمر، وأنه وأخرج حتى بيان في هذا المؤتمر. ولكن ما وصلنا، هناك تضارب في المعلومات، لكن ما وصلنا شبه مؤكد أنه هو كان بضغط من الجهات الأمنية في إثيوبيا. إثيوبيا أرادت، والإمارات من وراءها، أرادت أن توصل رسالة أن الشعب العفري كله في وراء هذا المشروع، وتم الضغط على الكل أنه يحضر، وتم السجن بعد الحضور، حتى بعد المشاركين في المؤتمر تم زجرهم في السجون، مع أن المشاركين يفترض أن هناك قائمة أسماء ذهبت لإثيوبيا، وأن الأمن الإثيوبي اطلع هذه الأسماء الحضور، كما يحصل في أي بلد عندما تحضر مؤتمرات، تقام مؤتمرات داخل البلد، سيما من شباب سياسيين، مؤتمرات سياسية، يكون تسبق هذا اللقاءات إرسال قائمات بأسماء الحضور، وتخرج من هناك موافقة أمنية. المهم ما حصل أو أهداف مثل هذه الملتقيات، وما يغيب عن هم اعتقلوا أشخاص الذين لا يرغبون فيهم، الغير مرغوب فيهم. هم اعتقلوا أشخاص حضروا للمؤتمر وتم دعوتهم في المؤتمر، وهم من القائمين على المؤتمر، ليسوا ضيوف حتى. فأزمة الإمارات أو تقاطع مصالح الإمارات أو الفكر الإماراتي تقاطع مع إثيوبيا في الملف العفري. اليوم الإمارات، وبالمناسبة الإمارات ليست هذه أول مرة أرادت في استغلال العفر في المنطقة. الإمارات قبل هذا وجهت دعوة لبعض السلاطين حتى يصبغوا قضية دنكاليا بالصبغة قومية عفرية، فوجهت دعوة لبعض السلاطين حتى يتبنوا هذه القضية، إنها قضية مطالبة العفر بوحدة قومية. فلو برز مشايخ
والسلاطين والأعيان، فلما لهم من زخم شعبي أعتقد أنها تستطيع أن تستغل هذه القضية لصالحها، لصالح مشروعها وأجنداتها. ولكن حينها رفضت. أنا أعرف، لا أريد أن أذكر اسم الشخصية، سلطان أو أحد الأعيان، رفض هذه القضية. والإمارات لا تلعب فقط لمصلحتها. الدور الإماراتي كما حصل سابقا، لو وصفت الدور الإماراتي في المنطقة اليوم وخطورة الدور الإماراتي، يمكن أن أصفه في قصة صغيرة حصلت لي مع السلطان علي مرح رحمة الله عليه. وهذه قصة حصلت مع وفد إسرائيلي. كان هناك وفد إسرائيلي كان يريد أن يستثمر في إقليم العفر في إثيوبيا بشرط تطبيع شعبي. فالسلطان علي مرح رحمة الله عليه رفض بشكل جازم أي تعامل، فبلغ الوسطاء أنه لن نتعامل مع الكيان الصهيوني، لا تربطنا مع الكيان أيديولوجيا ولا مرجعية دينية أو مرجعية، لا تربطنا مع الكيان أي مرجعية سياسية أو دينية أو حتى تاريخ مشترك. فرفض هذه الفكرة، وبلغ الوسطاء أنه ليسوا مرحب بهم في الإقليم العفري. فما الذي حصل؟ جاءت شركة بريطانية أو أظن نرويجية، استثمرت تم قبولها والترحيب بها، استثمروا مثل أي شركات أجنبية تستثمر عبرت للحدود، استثمرت. فالإسرائيليين كانوا ذكروا هذه القصة، وفد إسرائيلي ذكرها للعفريين، إنه في ملتقى جمعهم على هوامش بعض المؤتمرات الدولية، كان حضر وفد عفري. فلما شاف إنه الوفد الإسرائيلي إنه هذا الوفد من اثيوبيا وهم عفر، فحكى لهم انه السلطان طردهم وانه لم يقبل بهم، ولكن للاسف تعامل مع شركات بريطانيه وهي اصلا اسرائيليه بس يحملوا جوازات اسرائيليه. انتم قال تحبوا الجواز البريطاني بس ما تحبوا الجواز الاسرائيلي، هذا الفرق. فالمقصود هنا الامارات اليوم تلعب نفس دور الوفد او الشركات البريطانيه، هي تحمل جواز إماراتي ولكن بأجندة إسرائيلية في المنطقة، بأجندة تطوير المنطقة. نفس الفكرة نفس المشروع، ولكن كما قال رحمة الله عليه المسيري، هم صهاينة سيصلون العشاء معنا. فهذه هي، وهم مشروع خطير، وخطورة مشروعهم يستمد من مثل ما ذكرت المخزون الهائل للثروات المقدرات التي يمتلكونها، التي يستطيعوا توظيفها يسخروها لكل اجنداتهم التقسيميه في المنطقه. فاعيد واكرر لاخواننا العفر اللي حضروا المؤتمر او لم يحضروا، اللي تعاملوا مع الامارات ولم يتعاملوا، ان بناء الدوله او انصاف العفر او القضيه العفريه هي قضية مشروعة وقضية حقوقية وقضية لا ينكرها أحد، ولكن لن تكون على حساب تفكيك الدولة الإريترية. لن تكون هناك حقوق إن لم تكن هناك دولة. فلا بد أن نحافظ على الدولة حتى نحافظ على حقوقنا في إطار هذه الدولة. ومطالبتنا للحقوق لن تأتي عبر أجندات خارجية، وإنما ستأتي عبر طاولة مستديرة يجلس أمامها وحواليها كل قوى المعارضة الإريترية. طاولة مستديرة تسع كل القوى السياسية الإريترية، طاولة مستديرة تسع كل النشطاء السياسيين الإريتريين والشعب الإريتري عبر ميثاق وطني جامع تضع فيه النقاط على الحروف. وهنا أتوقف. اوكي.
أب مودة مالت أب أبين إمارات لومي بجنزب ناي بزحت هاجرات مرققان سلام زريقة وأم مزراق تركبية بزح في ولا قو أب تقول زخدته بزح في شلتات انتقات أما جنا أب هاجرنا تزوترو على مهنياتو أي دخمت إثيوبيا إثيوبيا بزلوا عقم قطباء بايتاز وزبط باتيرا أون كاب زخونه يكون وان أبتزت حتى درجو أبزركب زخونه يكون خمسة أمس سلمة دبات كتكايد بزي نواتاون جنزباون حاجزنا إمارات فسيم كاكخون زي خيليوس الذي بحيلي ناتا يتقيد لنا أم وداتا كبلوز دلي إتي أب إثيوبيا زتخايدين ጉባኤ ኣብ ሰመራ እውን እንተኾነ ብኢማራት ጥራይ እዩ ክውን ክኸውን ክኢሉ ክብል ደሊ ብዝኾነ እቲ ኣብኡ ተሳቲፉ ዝነበረ እውን በቲ ዘንፀባርቕ ጭርሖ ወይ እቲ ዘደናግር ጭርሖታት ዝተጨርሐ ብኡ ዝኾነ ይኹን ዓፈር ክደናገር የብሉን ሓደ ካብቲ ዘስሕቕ ውሳኔ ውፅኢታት ናይቲ ጉባኤ ዝነበረ ክንርኢ እንተደኣ ኮይንና ቀንዲ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራዊ ፀላኢ ዓፈር ስርዓት ኢሳያስ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ መን ኣሎ እዚ ቀንዲ ፀላኢ ምዃኑ ዘይፈልጥ ስለዚ በዚ ጭርሖ እዚ ተሓቢእካ ካልእ ነገር ንምስራሕ ዝዓለመ ኣባህላ ምዃኑ ንኣሕዋተይ ዓፈር ኣብዚ ከረጋግፀሎም ይደሊ ካብ ኢማራት ብጣዕሚ ጥንቃቄ ክግበር ኣለዎ ምክንያቱ ንስኻ ተጠንቂቕካ ነብስኻ እንተዘይሓሊኻ ኣብ ልዕሊኻ ንነብስኻ እትከላኸለሉ ውጥናት ወይ ክትውጥንን ክትሰርዕን እንተደኣ ዘይክኢልካ ኣብ ልዕሊኻ ንዓኻ ንምፍራስን ንዓኻ ንምውዳቕን ዝካየድ ውጥናት ክካየዱን ክዕወቱን ምዃኖም ክፈልጥ ኣለካ ውድብ ዓፈር ቀይሕ ባሕሪ እንተኾነ ኣነ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ከምዘይሳተፍ ብውጅ ከምዘይሳተፍ ዝፍለጥ ነይሩ ድሒሩ ግን ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፉ እንታይ እቲ ምክንያት ናይ መሳተፊ ወይ እውን እንታይ ሓድሽ ነገራት ስለ ዝተረኽበ እዚ ንዕኦም ዝሕተት ሕቶ ኮይኑ ክሓልፎ እየ ከምኡ እውን ሓደ ካብቲ ዘገርም ነገራት እውን ኣብቲ ጉባኤ ኣባላት ጉባኤ ኮይኖም ዝተዓደሙ ምስ ድልየቶምን ወይ ምስቲ መደባቶምን ዘይሰማምዑ ድዩ ክኸውን ወይ ካልእ ምእሳር እውን ሓደ ካብቲ ዘገርም እዩ ኢማራት ጉዳይ ዓፈር ንምንፃልን ወይ ብሄራዊ ሕቶ ዓፈርን ሓድነት ዓፈርን ዝብል ሕቶ ሎሚ ኣይኮነን ኣልዒላቶ ገና ኣቐድም ኣቢሉ እውን ንገለ ስልጣናት ወይ ንገለ ናይቲ ቦታ ተፀዋዕቲ ዓበይቲ ዓዲ ነዚ መደብ እዚ ከካይዱ ወይ ነዚ መደብ እዚ ክቕበሉ ሕቶኣ ኣቕሪባ ነይራ እንተኾነ ግን ተነፂጉ በቶም ዓበይቲ ዓዲ እውን ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ እንደገና እውን እዚ ሕጂ ተካይዶ ዘላ ኣነ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ እቲ ዝትግበር ምንቅስቃሳት ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ኣብ ሓደ እዋን ዓሊ ምራሕ እስራኤላዊ ልኡኽ ናብቲ ቦታታት መፂኦም ናይ ገንዘቦም ናይ ምውፋር ሕቶ ኣቕሪቦም እንተኾነ ግን ብሼክ ዓሊ ምራሕ ተነፂጉ እዚ ሕቶኦም እዚ ንሕና ብዝኾነ ይኹን ብእምነትና ይኹን ብኣተሓሳስባና ይኹን ከምኡውን ብንኽተሎ ብታሪኻዊ ዝምድናታትና ይኹን ምሳኻትኩም ዝኾነ ይኹን ዝምድና የብልና ስለዚ ፈፂምና ኣይንቅበልን እዩ ዝበለው ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣድሒትካ ብዝተፈላለዩ ሸነኻት ተጠማቲ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ኢማራት እውን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ዘለዎ እዩ ድሕሪኦም ኖርዌጃውያን መፂኦም ኣብቲ ቦታ እቲ ገንዘብ ከውፍሩ ክኢሎም ማለት እዩ ምክንያቱ ከምኡ እውን ገለ ዓፋር ኣብ ገለ ኣህጉራዊ ጉባኤ ምስ ገለ ዓፋር ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጦም ግን ናይ ካልእ ሃገር ፓስፖርት ወይ ናይ መገሻ ዶክመንት ሒዞም ዝገሹ ስለ ዝኾኑ ከም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ምዃኖም ስለ ዝፍለጥ ኣብቲ ቦታ እቲ ዝሳተፉ ዝነበሩ እስራኤላውያን ንሕና ከምዚ ኢልና ኣብ ሓደ እዋን ዓሊ ምራሕ ሓቲትና ነርና ግን ተነፂጉና ንስኻትኩም ናይ ካልኦት ትቕበሉ ረብሓ ንናይ ካልኦት
ናይ ምፋር ሓሳብ ትቕበሉ ስለዚ እቲ ተሰኪምኩሞ እትኸዱ ፓስፖርት ድዩ ስታይ ዘብለኩም ስለዚ ንኤርትራ ንእስራኤል ዘይትቕበልዋ ዝብል እውን ከም ኣብቲ ብጎኒ ዕላል ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኽበውን ከምኡ ኢሎም ከም ዘልዓሎም ኣነ ኣብዚ መወዳእታ ደጊመ ንኣሕዋት ዓፈር ክብሎ ዝደሊ ኣብ ጉባኤ ይሳተፉ ኣይሳተፉ ብዘይገድስ ሕጋዊ ሕቶ ዓፈር ብዋጋ ሃገር ኤርትራ ወይ እውን ንናይ ወፃኢ መደባት ብምቕባልን ዝረጋገፅ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ብቃልሲ ቶም ናይ ዓፈር ሓድነቶምን ሃገሮምን ኣብ ቅድሚት ብምስራዕ ብዘካይድዎ ቃልሲ በቲ ኣብቲ ሃገር ኤርትራ ዝምስረት ሕጋውን ፍትሓውን ስርዓት እምበር ብናይ ወፃእተኛታት መደብ ብምክያድ ወይ ኢደቤዛ ናይ ወፃእተኛታት ኮንካ ረብሓታትካ ኣሕሊፍካ ብምሃብ ክረጋገፅ ከም ዘይክእል እዚ ደጊመ ደጋጊመ ክብሎ ዝደሊ እዩ ብመወዳእታ የመስግን ኣነ ክብሎ ዝደሊኹ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ اوكي شكرا دكتور او فيت ومن الان فساعدا اذا كان الاخوه عندهم اسئله حناخذ بعد الاسئله حسب ما تسمح وقتك الحقيقة الورقة التي قدمتها كانت ورقة مسؤولة وكبيرة هي طبعا فيها كثير من العبر لمن يعتبر وأنا أترك المجال للأخوة اللي حيسألوا وأيضا إذا كان عندهم بعد المداخلات بعد الأسئلة حناخذ بعد المداخلات وبعدها إن شاء الله نختم هذه الأمسية بمجمرنا مسجاني نزز أقربو سفيحن حلاف النتاون بزح كمكر زدلين نخفل زدلين قنوع مسمر حيزوخ قعزن زدلين إرتراوي زقربو تصاوعيتو أولنا مسجنا كسيلنا أبناي حدون ملسن قال حدوتات كنوسد ኢና ካብኡ ቀፂልና እውን ገለ ተወሳኺ ሓሳባት ዝቐርቡ እንተደኣ اليوم بو قابلنا نايلوم مشيت أخيبانا كنزازم ኢና دكتور عبد القادر ايوه في سؤال على صالح علي احمد الاسئله بس تكون مختصره وعشان كويس القرماء انا عندي سؤال كان في مؤتمر متزامن مع مؤتمر سمارة في بلجيكا فشنو كان مجرياته؟ شنو ظروفه ووضعه شنو؟ أنا والله حقيقة كنت أتمنى أنك ما كنت سألتني ونسيت السؤال يعني بالذات السؤال لا مؤتمر بلجيكا يعني مؤتمر بلجيكا ايوه كان مؤتمر في بلجيكا بالضبط كان مؤتمر بلجيكا متزامن مع مؤتمر سمارة بالضبط حسب هو كان شوف في إشكالية كبيرة مؤتمر بلجيكا هو أحاول أن أنتقي مع عقول يعني مؤتمر بلجيكا هو لا نستطيع أن نقول ليس له علاقة في قضية دنكالي وما يجري في دنكالي يعني على الأقل في الوقت الحالي يعني التغلبات السياسية اللي قاعدة تصير يعني وإن كانت السفارة الإثيوبية الآن نشطة جدا في أوروبا نشطة جدا في أوروبا وسيما في السويد وقاعد توظف شخصيات لترويج لفكرة لمشروع العفر مع عفر ومشروع عفر الكبرى مشروع وسع يعني في أوروبا يعني. عفر الكبرى قصدك يعني؟ لا العفر الكبرى هذه مش مصلحتهم أصلا مش من مصلحة إثيوبيا أصلا العفر الكبرى هم عايزين يضموا يقول لك نحن العفر في إثيوبيا وإريتريا هو مشروعهم كذا التسويق ومحتوى تسويقهم للقضية بالشكل هذا
العفر في اثيوبيا واريتريا كانوا جزء لا يتجزا، كانوا كتله واحده، كانوا امتداد شعب واحد. جاء هذا الاستعمار، هذا الاستغلال الذي جزأ العفر اللي هو طبعا اريتريا على اساس انه تاريخي، ويستدعي تاريخ مشوه مزور، انه العفر في اريتريا في اثيوبيا كانوا جزء من اثيوبيا الكبرى او الامبراطوريه الكبرى، مع انه لو اي واحد قرأ التاريخ يعرف جيدا انه هذا كذب محض يعني. او فمؤتمر بلجيكا، شوف، في منظمه كبيره في بلجيكا كان اسمها عفر فوروم لو تتذكر، المنتدى العفري قديما. سامعني؟ سامعك واصل. ايه، العفر فورم هذا منظمه عفريه كانت زي ما تقول هي منصه مثل منصه الحوار، يعني هي منصه منتدى. كل سنتين كانوا يعقدوا، يتيح المجال للاحزاب السياسيه والمجتمعات المدنيه العفريه من كل مكان، من كل الاطياف، من كل التوجهات، يعني جيبوتي وريتيا اثيوبيا، يتحاوروا يتبادلوا المعرفه. فالقائمين على هذه المنظمه اسسوا حزب ودخلوا اثيوبيا، فنشاط المنظمه نفسه قل جدا. فما يحصل الان في مؤتمر عفر بلجيكا اللي ذكرته انت هو محاوله لايجاد بديل لمنتدى عفر فورم لو اختصرت، يعني مجموعه تحاول ايجاد بديل، حتى لانه عفر فورم بدا يخفت، فبداوا يحاولوا الان يجدوا بديل، ياسسوا منظمه بديله تكون جامعه باختصار يعني. اوكي. هو تحتوناي ابو ناصر دحري مس قباء سمرات تخاتاتيلون قباء بلجيكا تخايدو نيرو زعبا زين تاعلو كازب نيرو هو زي بقداي مس قداي دنكاليا بزح سراخ النجرات انت وحده ابز وان زي يبلون تخونه جن امباسي اثيوبيا اب وصائي بزح كم ز عينات عفر منقسقاسات ستاين مقبار بزح منقسقاسات يقبر እዩ እዚ ግን ኣብ ኤሮጳ ካልእ እቲ ንሱ ስታይ ዘብሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያውን እቲ ኣብ መንጎ ዓፈር ኢትዮጵያን ዓፈር ኤርትራን ዘሎ ሓደ ምንባሩ ሓደ ህዝቢ ኣብ ሓደ ቦታ ዝቕመጥ ጌርካ ታሪክ ናይ ምዝብናዕ ነገር ኣሎ። ኣብ በቦቱ ዓፈር ኣሎ፣ ግን እቲ ንሱ ንዕኡ ዘገልግሎ ታሪክ ካፕትን ኣኻኺቡ ታሪክ ብምዝንባዕ ከም ሓደ ህዝቢ ጌርካ ብዎም ኣቢልካ ሽዑ ዋላ እውን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፋር ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ንዝብል ታሪክ ክሰርሑን ከእምኑን ዘይግበር ፃዕሪ የለን። እዚ ኣብ ኤሮጳ ቅድሚ ሕጂ ደቂ ዓፈር ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ካብ ኩሉ ቦታ ካብ ጅቡቲ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ብጉዳይ ዝመኻኸሩሉ ሓሳብ ንሓሳብ ዝለዋወጡን ዝኣመሰሉ ጉባኤታት ነይሩ። ካብኡ እቲ ዓፈር ፎረም እውን ነይሩ። ስለዚ ኩሎም እዚኣቶም ሓደ ሰልፊ መስሪቶም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም። ስለዚ ከምዚ ወዲ ከምዝን ዓይነት ዝመስል ፈተነታት እዩ ብዙሕ ኣብዚ ክብሎ ዝኽእል ነገራት የብለይን። ግን ደጊምካ እቲ ናይ ዓፈር ፎርም መልዓል እውን እዩ። ብዝኾነ ግን እቲ ኢትዮጵያ ሓድነት ናይ ዓፈር ኣብቲ ከባቢ ንረብሓኣ ስለ ዘይኮነ ንዕኡ ክለዓልን ንዕኡ ዘልዕልን መንገድታት እውን ንኸይፍጠሩ ትፅዕር እያ። طلال أحمد. اوكي، شكرا ابو صلاح، وشكرا قرماي. الواحد يقير منك لانك بكل صراحه عندك وفاء واخلاص ومتعه غير عاديه في الترجمه، يعني في دقه غير عاديه، واشكرك على ذلك. وايضا اخي الدكتور عبد القادر، احييك على هذه الهمه الوطنيه والشفافيه الملحوظه والشجاعه الخلاقه، واقول اريتريا بخير
ودنكاليا في النبض الوطني مهما فعل بها نظام الاستبداد في إريتريا. بصراحة نحن هذه الورقة يعني معمولة بدقة، وفتح حوار وطني هذه مع قضايانا الوطنية الداخلية هي بالضبط ما نحتاجه في هذه اللحظة التاريخية الحساسة ومن حيث الوجوديات كما وصفها الدكتور عبد القادر. وانا ما لفت نظري يعني مش مشكله انه نحن نسال ونجاوب، لكن نقيف على اشياء مهمه في هذه الورقه. هذه الورقه القيمه الوطنيه المركزيه فيها، يعني اهم ما انجزته هذه الورقه انه اعادت دنكاليا من الهامش الى القلب الوطني اريتري، نزعت منها توصيف الملف العرقي، يعني اعادت دنكاليا كما هي دنكاليا، بعيدا عن مسميات عفر البحر الأحمر، بعيدا عن مسميات يعني ديمقراطية البحر الأحمر أو مطالب عفر البحر الأحمر، فخلتها إنها تكون دنكاليا هي هذه الصفة الوطنية المتكاملة مع الكل الإريتري. وأخطر ما كان في المؤتمر، أنا أتفق معك، أخطر ما كان في المؤتمر إنه المؤتمر يعني وصف العدوان مش مجرد العداوة مع أفورقي، إنما يتناول في بيانه نظام التجرينيا. وأصعب حاجة الإنسان يعني يحول استبداد بتاع نظام ديكتاتوري يحوله إلى رمزية بتاعت شيطنة بتاعت مجتمع. ويا إخوة يعني نحن أخطر شيء حنقابله ممكن نسقط النظام، ولكن أن نتصادم مع المجتمعات، هذه قضية يعني بالغة الأهمية وحذر منها الدكتور عبد القادر. هذا النظام نظام استبدادي ديكتاتوري، لا يجب أن نخليه إنه الناس توظفه إنه هو نظام بتاع مجتمع محدد، وهذا هو ما يرغب فيه أحيانا لما نستخدم الوسائل. لكن في أشياء كثيرة الواحد ممكن كان حيقولها، يعني المسألة بتاعت الأثوبيين والمسألة بتاعت الإمارات، نعم هذه عوامل خارجية، لكن أخي الدكتور لو لم يكن الاستبداد الداخلي لما كانت دنكاليا ولا غيرها قابلة للتوظيف الخارجي. فبالتالي كويس أنت الأولوية أعطيتها للاستبداد. أنا خلينا أحاورك في أسئلة معينة مهمة تهمنا كلنا، ما لك أنت فقط، لكن أنت برضو ممكن تبدأ فيها رأيك. طيب أقدر أقول سؤال في الإطار الوطني، كيف يمكن برأيك أو برأي الآخرين تحويل قضية عادلة زي قضية دنكاليا إلى رافعة في بناء الدولة الإريترية، ما إلى ملف تفاوضي إقليمي معزول؟ والشيء الثاني الضمانات، ما الضمانات العملية التي تمنع توظيف مظالم العفر أو غيرهم في مشاريع لا تخدم وحدة إريتريا وسياداتها وتكون قضايا بتاع تدويل وتوظيف خارجي؟ السؤال الثالث عشان أخفف عليك أو عليكم، هل يعني ترى أو نرى أن مواجهة الطموحات الإقليمية تبدأ من تفكيكها خارجيا أم من إسقاط الاستبداد الداخلي الذي فتح هذه الأبواب؟ وشكرا. اوكي مجمرتا اني دكتور عبد القادر بتعامي مسغاناي نزي كله هاجراو نحكا بمرأي مالت لومي سجاء نبللو شجر ابدنكال كمزي ابدنكاليا كمزي بالله تبسيره هو دنكاليا اذا لومي زغركا او لومي زغركا ورغت دنكاليا كاب مليسا بكل شنخاتا اب حمبرتي إرثرا كم تأتو زقبرت ورقت يدريو إزي قبائي بزعباتو قبائي خنزارب تدانتو قبائي حادقينيا نيرو مالت سراي تقندي سلائي ناي ناتو كم تي سرعات مقماتو زيكوني أنا حدا محبراو جلي كم سلائي ومقرابيو سلازي مثل سرعات مثل ናይ ሓደ ማሕበራዊ ጉጅለ ምትስሳር ካብኡ ዝዓቢ ሓደገኛ ያሎን ብዛዕባ እቲ ናይ ወፃኢ ሃዳዲ
رقحيتات كم إثيوبيان إماراتن زتقزكايو لك زقدام أو حرج زي هدادو كوان تخونه جن نعو زأتو أفدق زرح ولو وشتاوي شنخ انت زي هاليو نسوك قبرو زخيل نقرات يلن زوين أت بالكاستات بالكالو كالي تنحطوتات ببحان تسكت غسل لي اوكي انا السؤال الاول يعني كيف يمكن براي عبد القادر او براينا تحويل عداله قضيه دنكال الى رافعه بتاعت بناء دوله اريتريه بعيد من انها تكون ملف بتاع تفاوض اقليمي او يعني قضيه بتاعت وصايا اقليميه وتتداول. هذا السؤال الاول. السؤال الأول تقدم يحطه كم يجرنا عنا نعنا نقاشنا يكون نعنا وننتخونه كم يجرنا عنا حكاوي وسعة ناي عفر أبكندي ناي وسائي مأتون ناي وسائي قد مبقسم زخون أب ناب إرترا ناي مهناسن ناب إرترا إحنا بحدنا إرترا قصو ناي مخادن كنقبرو النخيل بين انت الدباب تتكمل. والسؤال الثاني الضمانات في حد ذاتها، ما هي الضمانات العملية التي تمنع توظيف مظالم العفر أو غيرهم يعني من المكونات الإريترية في مشاريع لا تخدم وحدة إريتريا وسيادتها؟ اوكي خلاي حتى دما انتاي توح سنة عفر يخونوا ويكالوت اتناتاتهم طلب ناي كالوت وصعتنياتات اجندا زربحلو نخيكون انتاي توح سنة. السؤال الثالث، لأن الورقة ذكرت طموحات إقليمية، يعني هل نرى أو هل الدكتور يرى مواجهة الطموحات الإقليمية يعني تبدأ من تفكيكها خارجيا أم من إسقاط الاستبداد الداخلي الذي فتح لها هذا الأبواب؟ اوكي اتي تسال سيتو حتو اتي ناي وصائي متاو نعو نمكلخال نتي وطناتتي نببتتان ديو كون زخيل كون زخيل ويس نتي نعو مخنيات زخونه اتي اوشت هاجر زلو كونتات مئلاي ايو كون زلو. شكرا جزيلا أخي، مداخلة جميلة فعلا وطيبة وثرية، وأسئلة ما شاء الله كل جزء فيها يحتاج لي محاضرة، لأن أسئلة هي تعتبر عناوين لورقة بحثية. فأنا ححاول أبدأ من حيث انتهيت. آخر سؤال: كيف نواجه الطموحات الخارجية من الداخل؟ مواجهة الداخل دائما أخي العزيز وأنت أدرى، الخارج لا يستطيع أن يدخل في أي قضية إن لم تتح له فرصة، والفرص تأتي دائما من الداخل. فالمواجهة دائما بمثل هذه المشاريع، والمواجهة والتصدي لمثل هذه المشاريع تبدأ من مقابلة أو مواجهة المسبب، أسبابها وأسباب الأزمة التي نعاني والتحديات التي يعانيها المجتمع الإريتري والعفر والقضية والتدخلات، كلها في المقام الأول تأتي من الانتهاكات التي يمارسها هذا النظام السياسي وأسلوب إدارته للبلاد. أما السؤال الثاني أو الأول كان ما هي الضمانات العملية التي تمنع توظيف مطالب العفر، أو باعتبار أن المحاضرة كانت عن العفر، لو أخذت العفر والذي سوف يحاول توظيف مطالب العفر بالدرجة الأولى هم إثيوبيا، لأن إثيوبيا لديها مطلب أكبر من قضية العفر. مطلب أول شيء المنافذ أو
المنفذ على المياه الدافئة اللي يسموها البحر الأحمر. إثيوبيا تعتبر هذا الملف ملف وجودي بالنسبة لها، فبالتالي لابد نحن أولا كإريتريين عفر وغير عفر نعتبر أن ملف البحر الأحمر ملف وجودي للقضية الإريترية، مثل إزالة النظام، لأنه لا يوجد منطقة أو إقليم في إريتريا مهدد مثل دنكاليا. فبالتالي عندما نتعاطى مع ملف دنكاليا لابد أن نتعاطى معه بحذر وبكثير من الشفافية والوعي. فاليوم ما يحصل في إريتريا بصفة عامة والعفر، ليس كل عفر، بعض الجهات السياسية، هو ربما ولا استغلته إثيوبيا عدم الثقة بالجماهير التي خلقها النظام. أيضا الشعب العفري الإريتري بصفة عامة لم تتح له الفرصة ليتعرف على بعد الاستغلال. أول ما استغلت إريتريا تقلد الحكم هذا النظام الذي مثل ما ذكرت استولى على إريتريا. عندما أقول استولى على إريتريا لأنه إيش؟ همش ليس الشعب، همش حتى المناضلين الذين ناضلوا بتحرير إريتريا، همش كل الثورات. لم يعترف لا بتاريخ انطلاق الثورة، ولم يعترف لا بعلم الثورة الإريترية، ولم يعترف بأي شيء. فلم تتح للشعب الإريتري في الداخل أن يتعرف على بعض حتى يبني ثقة. فبالتالي اليوم المسؤولية كاملة تقع على عاتق المعارضة السياسية. لا بد أن تكون بين الحين والآخر مؤتمرات توعوية، مؤتمرات إعادة ثقة، مؤتمرات تقارب أفكار. ليس من الضروري أن يتحد الجميع على رؤية واحدة، وهذا ليس مطلب أحد وليس مطلب ديمقراطي حتى. فأساس الديمقراطية الاختلاف وتباين وجهات النظر، ولكن تكون في إطار واحد، في إطار الدولة. فجوابي على سؤالك الأول، لا، منع توظيف الخارج للقضية العفرية مثلا لن يكون إلا عبر بناء الثقة وخلق قنوات لبناء الثقة بين المكون الإريتري من ضمنهم العفر. أما السؤال الثالث، كيف أنا اختصرت كيف تحول القضية العفرية أو المطالب العفرية إلى رافعة لبناء الدولة لا إلى معول الهدم. فالأسئلة هذه مرتبطة ببعضها. فإن نزعنا فتيل الأزمة أو فتيل عدم الثقة بين مكونات الشعب الإريتري سيما العفر، لن يكون هناك مدخل لأي طموحات وأطماع خارجية، لأنه الكل سينطلق من مبدأ ميثاق وطني في أساس أطر نتفق عليها، خطوط عريضة نتفق عليها، وهي مثلا لو افترضنا أن الجميع اتفق على أنه ليس فقط إزالة النظام الإريتري وإنما على وحدة الأراضي الإريترية مثلا. هذا لابد يكون مطلب أساسي. ثم الآن في المعارضة الإريترية وفي النقاشات الإريترية للأسف نقاشنا دائما على شكل الدولة الإريترية، هل هي فيدرالية أم مركزية؟ هل فيدرالية إثنية أم فيدرالية جغرافية مثلا؟ هل رئاسية أو جمهورية؟ لكن نحن اليوم لابد نقاشنا بسبب الأزمات والتحديات اللي نمر فيها، لابد أن يكون ننطلق الميثاق الوطني لابد أن ينطلق من فكرة وحدة التراب الإريتري. لابد الجميع أن يتفق أساسا على وحدة جغرافيا الإريترية، وحدة التراب الإريتري. وكيف نبني على هذه الوحدة، كيف نبني على هذه الفكرة، هذا في متناول الجميع. فاليوم مثلا لو العفر طالبوا في دولة فيدرالية، وهذا مطلب شرعي طبيعي جدا. الدولة الفيدرالية هي أحد أفضل وجوه الديمقراطية، لأن تفتت موضوع السلطة والحكم حتى لا
تتكدس السلطة في المركز، وهذا شيء طبيعي لا يخيف أحد. ولكن لابد قبل ما ذكرت حتى لا يتم استخدام العفر أو غير العفر كمعمل هدم للدولة الإيرترية، لابد أن نتفق على وجود الدولة الإيرترية نفسها. في أي نقاش لابد أن تطرح هذه، وهذا البند لابد أن يطرح في كل أي حزب. مثلا المجلس الوطني لابد قبل أن يقبل أي حزب في المجلس الوطني لابد أن يرى الدستور أو النظام الأساسي لأي حزب لابد أن يتضمن وحدة الأراضي الإريترية. هذا لابد أن تكون بند موجود وأساسي في كل الأحزاب السياسية، وحدة الأراضي السياسية الإريترية فقط، وحدة الأراضي الإريترية. فأتمنى أني أكون أجبت يعني قدر الاستطاعة. ናይ ወፃኢ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ዝብል እቲ ንዕኡ ዝዕድም ኩነታት ምእላይ ጥራይ እዩ ካልእ የብሉን። ስለዚ ኣነ ብሕፅር ዝበለ ስለዚ እቲ ናይ ወፃኢ ኢዳእታውነትን እቲ ናይ ወፃኢ ኢዳ ምጥዋጥን ዝርከብ ዘሎ ንዕኡ ዝዕድም ወይ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ውሽጣዊ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ። ስለዚ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ምእላይ ጥራይ እዩ ካልእ የብሉን። ውሕስነት ጠለብ ዓፈር ንሓድነት ሃገር ከም ዘልዕል ወይ ከም ዝስከም ክንገብሮ ንብል ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ህልውና ኤርትራ እዩ ኢልና ክንርኢ ኣለና። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ብግልፂ ክንርእዮም ብግልፂ ክንዝተየሉን ብግልፂ ክንዛረበሉን ኣለና። ንዕኡ ዝሓቁፍን ዝኾነ ይኹን ዘዋስን ነገራት ብምእላይ ድማ ኢና እቲ ውሕስነት ከነረጋግፆ እንኽእል። ሎሚ ገለ ሸነኻት ንኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ገጾም ዝጥምቱ እንተደኣ ሃልዮም በቲ እቲ ስርዓት ዝፈጠሮ ሕማቕ ኩነታት ኣብቲ ሃገር እዩ። እቲ ስርዓት ንኩሉ ሸነኻት ዝተቃለሰን ዘይተቃለሰን ግደ ዝነበሮን ዘይነበሮን ነዚ ኩሉ እዩ ሎሚ ኣዋሲንዎን ኣርሒቕዎን ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ክእለ ኣለዎ። ነዚ ንምግባር ድማ ጉባኤታት ብቐፃሊ ከነካይድ ኣለና። ኣብ ጉባኤታትና ድማ ንሽግራትና ብቕንዕናን ብግልፅን ክንማየጠሎም ኣለና። ንቕሓት ህዝብና ዘልዕሉ ኣስተምህሮታትን ከነካይድ ኣለና። ማለት ሓደ ዋላ ሓደ ሓሳብ እንተዘይብልና ዋላ ብሓሳብ ንፈላለ እንተደኣ ኮይና ገሌና ገለ ክንብል ንኽእል፣ ገሌና ፌደራል ክንብል ንኽእል፣ ገሌና ዴሞክራሲ ገለ ሓድነታዊ መንግስቲ ክንብል ንኽእል። ግን እዚ ኣይኮነን እቲ ኣገዳሲ ነዚ ቀዲምዎ ክመፅእ ዘሎ ኩላህና ኣብ ሓድነት መሬት ኤርትራ ህዝባን ክንኣምን ክንክእል ኣለና። ኩሎም ውድባትን ሰልፍታትን እውን እንተደኣ እቲ ፖለቲካዊ መደብዕዮምን ውሽጣዊ ከምኡ እውን እቲ ቅዋማዎምን ብቐዳምነት ኣብኡ ክንሪኦ ዘለና እምነቶም ኣብ ሓድነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ እንታይ እዩ ዝብል እዚ ደጊምና ክንሪኦ ዘለና። ካልእ ኣብዚ ሓድነት እዚ ድሕሪ ምእማን ብድሕሪኡ ዝስራዕ ነገር እምበር ቅድሚኡ ዝስራዕ ኣይኮነን። እንታይ ዓይነት መንግስቲ ይህልወና፣ እንታይ ዓይነት ስርዓት ይህልወና፣ ዋላ እውን ፌደራላዊ ናይ ፌደራል ሕቶ እንተተራዒሉ ሓደ ካብ ዴሞክራሲያዊ ሕቶታት እዩ። እዚ ሕቶታት እዚ ግን እዚ ብድሕሪ ሓድነት ህዝብን ሃገርን ዝለዓል እምበር ቅድሚኡ ዝለዓል ኣይኮነን። ሕጋዊ ሕቶ ሃገር ሕጋዊ ሕቶ ዓፈር ሃገር ኣብ ምህናፅ ንዝብል ኣብዚ እቲ ቀንዲ ክንሪኦ ዘለና ሃገራዊ ውዕል ክህሉ ኣለዎ። ኣብዚ ሃገራዊ ውዕል ድማ ኩላህና ኣብቲ ሃገራዊ ቻርተር ብሓድነት መሬት ብሓድነት ህዝቢ እዚ ኩሉ ስለ ዘለዎ እዚ ጠለብ እዚ ኣብ ምህናፅ ናይቲ ሃገርን ኣብ ምልዓል ናይቲ ሃገርን ኣብቲ ሓድነት ምእማንን ነቲ ሓድነት ምስራሕን እዩ። ኣብ ኩሉ ካልእ ሓሳባት እነልዕሎም ዝተፈላለዩ ክኾኑ እንተኸኣሉ እቲ ሓድነት መሬት እዩ። ነዚ ድማ ቀንዲ እቲ በኺሩ ዘሎ ወይ ተዳኺሙ ዘሎ ናይ ምትእምማን ኣብ መንጎ እቲ ኩሉ ማሕበራዊ
ሸነኻት ሕብረተሰብ ኤርትራ እዚ ኣብ ቦትኡ ናብ ምምላስ እዩ ስለዚ ኣብ ወዳእታ ክብሎ ዝደልያ ኣብዚ ናይ ወዳእታ ዘለዓልታዊ ሕቶ ሓድነት መሬት ኤርትራን ህዝባን እቲ ቀንዲ እንምርኮሰሉን እንሰርሓሉን ባይታ ንሱ ክኸውን ኣለዎ ኣብኡ ረጊፅና ነቲ ካልእ ውሕስነታትን ነቲ ካልእ ክምለስ ዘለዎ ሕቶታትን ኣብ ምምላስ ቀፃሊ ብጉባኤታትን ብኣኼባታትን ብሓሳብ ንሓሳብ ምልዋጥን ክፍታሕ ዝኽእል ጉዳይ ኮይኑ ይርአ حسين أكيلي حسين عيسى حسن عيسى دكتور حسين عيسى تفضل. حسن عيسى يا تفضل فايز. ايوه نعم اسمعك تفضل. المايك عندكم. هل تسمعوني؟ مسموع تفضل واصل. ليش الصوت ما واضح؟ لا نحن نسمعك جيد. مسموع يا حسين تفضل. اوكي. انا حقيقة اولا اشكر الاخ الدكتور عبد علي عثمان على الورقة التي قدمها والتي يشرح فيها يعني التحديات التي تواجه دنكاليا ومكون العفر الإريتري. والإضافة أنا ما عندي أسئلة بس مجرد إضافة إلى كان في سؤال من طرف الأخ أبو ناصر حول مؤتمر بلجيكا. هل صوتي مسموع؟ مسموع. في الصوت عندي مسموع أخوي. أوكي. بالنسبة لمؤتمر بلجيكا هو حقيقة مثل ما قال الأخ عبد علي عثمان هو أولا يعني كيان يكون عفر الشتات يعني العفر في المهجر أي من الثلاثة دول الموجودين فيها. وهذا الكيان في السابق كان في كيان اسمه عفر فروم كان يشرف عليه مجموعة من الشباب يعني فيهم يعني من عفر إريتريا وفي عفر جيبوتي والغالبية لكن الأكثر كانوا تقريبا من عفر إثيوبيا. وهؤلاء يعني دخلوا إلى يعني شكلوا حزب سياسي وتم استقطابهم والآن موجودين في إقليم العفر. وهنا حصل فراغ يعني لأنه كان كل سنتين يعقدوا مؤتمر يجيبوا ممثلين من الدول الثلاث مش من الدولة مش من الحكومات من المعارضات ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وتمويله يتم من الجمعيات الموجودة في المهجر مثلا مثل عفر فريند في السويد كانغو عفر في كندا عفر دي في أمريكا كذلك في بلجيكا كمان في كذلك جمعية اسمها فيدا. يعني من هذه الجمعيات التي موجودة في الشتات التمويل يكون من خلالها مباشرة من اشتراكات الأعضاء المقتربين العفر الموجودين في البلدان الأوروبية وأمريكا وكندا وهذه البلدان. يعني تمويله معروف ورشحت له يعني لجنة تحضيرية معروفة ناس معروفين كان موجود منهم أحمد ياسين في السويد هو إريتري كذلك إسماعيل محمد شيخ كذلك من أصول إريتريا لكنه يحمل الجنسية الجيبوتية وولد في جيبوتي. كذلك داهلون ياسين محمودة
كذلك من إريتري. يعني اللجنة التحضيرية معروفة كانت، من حضر للمؤتمر، التمويل من فين. والهدف الرئيسي هو التشاور في، يعني أولا في بند. الآن أنا أرسلت لكم صورة من البيان الختامي للمؤتمر. يعني هم يعني أولا يقروا ب يعني وحدة الأراضي للثلاثة دول معنا. الأرض يعني إن هذه الأرض يعني أرض تتبع للدول، وسيادة الدول محترمة. هذا الشيء في بند يشير إلى هذه النقطة. وهم يناقشون وضع العفر في الثلاث المناطق، في الثلاث الدول، على أساس إذا في تنسيق، على أساس يعملوا تنسيق إذا كان في جهة بحاجة إلى إعانة. الناس في النهاية هم امتداد لبعضهم البعض. يشركوا المعارضات من الثلاث الدول. وشارك في المؤتمر يعني تنظيم عفر البحر الأحمر شارك. حتى كذلك الأخ سيد كان عنده ورقة، سيد عبد الرحمن كان عنده ورقة قدمها هناك، تطرق إلى إشكالية المقاومة العفرية في إريتريا. يعني ما هي الإشكالية التي تضعف دور المقاومة العفرية في إريتريا، وقدمها وناقشوا الورقة هناك كذلك، وخرجوا المخرجات. أقروا أنه يجب يعني العمل لتوحيد صفوف المقاومة لعفر إريتريا. هذا كبند كمان طرحوه. و يعني الموضوع في النهاية يعني من دون ما أطيل عليكم، هو في النهاية هو موضوع تشاوري لشؤون العفر في الثلاثة الدول. والمداولات كانت يعني استدعوا النخب من الدول، وبعدين كل واحد الذي يأتي بنفقته الخاصة. مثلا ما كان يوزع تذاكر مثل ما وزعوا في مؤتمر سمرة الممول من الإمارات. كان يعني مؤتمر مستقل يبحث في الشؤون العفر، ليست يعني زي ما يظن البعض انه المثلث العفري ولا دولة عفر الكبرى. لا، مش لا يستدعي هذه الأوهام. هو كان يناقش وضع العفر في الثلاثة الدول سياسيا. العفر في جيبوتي ما هو وضعهم، العفر في إثيوبيا ما هو وضعهم، العفر في إريتريا ما هو وضعهم. ومشاركين يعني نشطاء ونخب والقائمين على يعني معنا المسؤولين عن المعارضات والتنظيمات المعارضة في العفرية في الثلاثة الدول، حتى يناقشوا وضعياتهم ثقافيا، ما هو التحديات التي تواجههم، اقتصاديا ما هي التحديات التي تواجههم، ما هو الدعم الذي يستطيع أن يقدمه عفر المهجر للعفر في الثلاثة الدول. يعني هذا هو يعني عبارة عن تنسيقية وتوحيد موقف للعفر في الثلاثة الدول. وشكرا. أوكي. شكرا عوي حسين. حتى تلعيلا زنبرت بزعبا ناي بلجيكا قبائي يوال علو سفح زبالة مجلسي هيبو أبترسيتي دكتور دوبلو بمجمرتاني حتى يبلين أتي بتاع خاي مسكونون دكتور عبد القادر نتزغربو ورقة باركس قبائي بلجيكا كم تزتبح لي كلهم عفر أبسدت سركبو إيو السخاء عفر جيبوتي عفر إرترا عفر إثيوبيا. زياتهم قدم حجوين يكاد نيرو تحت عفر فورم زبل دحريو جن تم عفر فورم سلفا أمم ناب إثيوبيا أيتهم ناتم كال من قد حزم مالتيو زوج بعزي أبنس وقت للتعامل زكاة جباء كوينو بكلهم سيفيكاويان محبرات ودبات صلوتي أكلات بوليتيكاو تنقساقستن دكتي كله كبابي زكاة ينعو زدالو ودما كاب سلستيو شنخات أسمات كتلكس صنيحو تسمات حسكم تكونون أنا خنوصو أي أقداسنت يبلون سلزي ناي سدت محبر كوينو بفلاي توم زساتفو دما كلهم أب إيروبان أمريكا كندان زلو فلوتات أساندوتن مراحتن أكايدتن ألوو زي محبر زي ويزا أخي باز زكايد بتوم ناي كلهم ناي تساتفتون ناي أبسدس زركبو ناي سلستيو عفر تولادو ويتقماتو زمول إيو
ዝሳተፉውን ዝሳተፉ ዘልዕልዎ ነገር እንተዳህሉ ኩላቶም ናይ ሓባር ጥቕሞም ወይ ናይ ሓባር ጉዳያቶም ብዝምልከት ከምኡ እውን ንዘለዉ ሽግራት ብምትሕግጋዝ ዝፍትሑ ማሕበራዊ ሽግራትን ነዚኣቶምን ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣልዒሉ ዝካየድ ጉባኤ እዩ ካብቲ ቀንዲ ኣገደስቲ ውሳኔታት ሓድነት መሬት ናይ ሰለስቲአን ሃገራት የኽብር ንሱ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እቲ ሓድነት መሬታ ክቡር እዩ ውሁብ እዩ ባእታቶም ራይ እቲ ማሕበሮም ናይ ምትሕግጋዝ መደብ ኣብ መንጎኦም ይሰርዕ ዝተፈላለዩ ካብ ተቃውሞን ካብ ካልእ ተንቀሳቐስቲ ሸነኻት እውን ኣበርክቶኦም ክገብሩ ዝኽእሉ ናይ ሓሳብን ከምኡውን ናይ ካልእ ነገራት ይዕድም እዩ ኣብዚ ዝካየደ ኣኼባ እውን ዓብድረሕማን ሰይድ ተኻፊሉ ሓደ ወረቐት ኣቕሪቡ ነይሩ ስለዚ ከምኡ እውን ንሓድነት ዓፈር ኤርትራውያን እውን ፀዊዑ እቶም ዝተፈላለዩ ሸነኻት ሓድነቶም ከደልድሉ ዝሳተፍዎ ኩሎም ከምቲ ዝተገልፀ ልሂቃንን ምሁራትን ናይቲ ከባቢ ናይ ሰለስቲኡ ሃገራት ዓፈር እዮም ስለዚ ናይ ሓደ ሸነኽ ኣይኮነን ወይ ሓደ ሸነኽ ዝጥምት ኣይኮነን ምወልኡ ከምቲ ናይ ሰመራ ጉባኤ ብኢማራት ዝተመወለ ከምኡ ይኮነ ነዚ ጉባኤ እዚ ዝምልዎ እቶም ኩሎም ናይ ሰለስቲአን ሸነኻት ዓፈር ተቐማጦ ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ካናዳን ዘለው ብዝገብርዎ ወፈያታት እዩ ዝምወል ቀንዲ ዕላምኡ ከዓ እንታይ ሓገዝ ከቅርብ ይኽእል ነዚ ዘሎ ናይ ዓፈር ፀገማት ከቅርቦ ዝኽእል ኩሉ ማሕበራውን ቁጠባውን ካልእ ሓገዛት ከቅርብ እንተደኣ ዝኽእል ኮይኑ ንዕኡ ንምግባር ዝግበር ጉባኤ እዩ ላሉምባ فبعد لالمبا يمكن ندخل في شو اسمه من الأسئلة يكفينا أعتقد لالمبا كمال نيركو وريدو ولا انتهي يلا وريدو مثلا كمال طيب ضايتني كمان حبه اوكي كمال لالمبا سقاب حزاب الحزة كمال مرحبا شكرا سمع له هو حراي مجمريا سلام غزانا نوح جري بمجشا مخنياتي اتخون نيري كلهم سلام كتلو تسواي قبر بس زغرب زرلو بروجرام كا نايب حقيني دكتور عبد القادر علي عثمان كمس بنو يفوتو مخنياتو اتي نصور مرقص نا ارتراويان عفار خون زغبو يقل سلازلي زني عفار تريانجل زبهال اب ارترا بزح شجراتن بزح سراورن زلو خاب نوح جزي زمص حج خاندا سبحه اب زغفع شجرات زعتو زلو بوديتاتنا بعد الامارات مخانو كلنا نفلط ناخذ ونصنحيو بفلاي اني خمايز مساله وي غرماي غويتو اومين ابز زلناسي اب دوب دنكايلا تغادل تسلد نبرنا ابتي ناي 77 جيبوت نصات وصلت نبرت ناي عفار تريانجل بالبوليتيكا حساب كندي نو صفترنا خمس نبر نفلطينا بزغونا جن تي حقኛ مرغصنا حزبي عفار ኤርትራውያን ኩሉ ዘሎ መልክዕ ሃገር ካቀብ ከም ዘሎ ግለጽ ዝጸንሐ ኩለና ንኣምነሉ ኢና እተን ኣነ ሓተን ኣታዘለ ዘሎ ሕቶ ግን እዘን ኣብ ሓድነት ኤርትራ ዘይኣምና ኣብ ዝተፈላለዩ ሕቶ ምትፈልላን ኤርትራ ዘለዎን ውድባት ምቕራበን እንተደኣ ኮይኑ በየናይ ኣገባብ كنتصل أنت أخوينك بخمي كنتصل النقل زي حتى يغني لي. أوكي تحية للغرفة وأيضا نحيي الدكتور عبد القادر
وأحييه على موقفه الوطني الأسيل. طبعا كما هو معلوم أن وحدة العفر أو المثلث العفري يعني كان حاضر في أيضا في فترة استقلال جيبوتي وفي الأوقات ذلك، ويعني باتجاه يعني وهو يعني مطروح من اتجاهات مختلفة، ولكن انه هنالك توجد اتجاه آخر أيضا أنه يؤمن بوحدة إريتريا، وأن العفر هو يعني مكون أسيل من المكونات الإريترية، لا غبار على ذلك. ومن نادل في ذلك الموقع ومن كان يعمل في ذلك يعرف ذلك جيدا. فأنا سؤالي هو يعني من يحاولون أن ينحوا إلى منحى تقسيم أو استغلال العفر من إريتريا، كيف يجب مواجهتهم، أو كيف يجب يعني التحدث معهم أو التبادل الرأي معهم، وأيضا كيف يجب يعني منعهم وأن يعدلوا من هذا التوجه الذي يتوجهون إليه في نظرك؟ سؤال جميل جدا. كيف نستطيع أن نواجه مثل هذه المشاريع، مشاريع تقسيم إريتريا عفر أو غير عفر؟ واحدة من أساليب المواجهة هو ما نفعله اليوم، تعرية ما يحصل، تعرية ما يحصل وفضح ما يحصل، وبدون رتوش تجميلية. لابد أن نعري أن نتحدث عن ما يحصل بدون أي رتوش تجميلية. لابد أن نعري الحقيقة مثل ما هي. إن كان مطلب حقوقي مشروع لأي قضية، سيما القضية العفرية، وهذا مطالب عادلة جدا. وأظن اليوم فقط السياسة وزملاء السياسة هم من لا يوافقون على مثل هذه المطالب، وإلا الشعب الإريتري لا أظن أن هناك جهة سياسية أو جهة مدنية في الشعب الإريتري لا يوافق على أي مشروع أو مطالب عادلة لجزء من الشعب الإريتري، كان عفر كنامة أيا كان. فالمطالب الشرعية هي مطالب الشرعية أيا كان من يحمل لواءها. فعندما نتحدث عن مطالب تجزيء أو تمزيق الوطن، لابد الجميع أن يواجهها، والأهم هم من أبناء تلك من ينتمون لتلك الشريحة. الآن في القضية العفرية لابد أن يتصدر المواجهة. هم من يتصدر المواجهة هم العفر، الأوفياء من العفر، وهم كثر، وهؤلاء أقلية. حتى وإن كانت من تدعم وتغذي هذه الأفكار هي دول مثل إثيوبيا والآن الإمارات العربية اللي دخلت على الخط، لكن في النهاية لا صوت يعلو فوق صوت الشعوب. نحن الأقوى، الأرض هم الشعب الأقوى. والعفر اليوم حتى في الملتقى الذي نتحدث عنه الآن لم يحضر منهم الكثير. من حضر الغالبية ممن حضروا هم من أبناء إثيوبيا، العفر من إثيوبيا، حتى يعطوا زخم لهذه الفكرة. ومن حتى بعضهم من كان وإن كان إريتريا لكن أصحاب هوى إثيوبيا، مواليد إثيوبيا وعاشوا في إثيوبيا ودرسوا في إثيوبيا، لا يعرفوا شيء عن إريتريا، لم يناظروا لهم ولا أقاربهم يعني. فهؤلاء يعني مثل ما يقولوا رضعوا من ضرع إثيوبيا، من فكر، ورضعوا المشروع الإثيوبي
فكرة النت الإثيوبية. فالنت لم تكن فقط في شريحة معينة في فترة من الفترات، كان في شريحة تبنتها شريحة من التجرينية، لكن كانت النت مشروع له امتداداته، حتى هناك شريحة في المجتمع العفري حتى في فترتها، فترة النت، كانوا وحدويين مع إثيوبيا. فمن نواجههم اليوم هم أحفاد ذلك المشاريع، يعني وإن كانت الأدوات تستخدم إثيوبيا أدوات مختلفة، لكن يظل المشروع وحاملي المشروع هم نفس الأدوات يعني. فمواجهة مثل هذه الأفكار لابد أن نواجه الأفكار نفسها ليس الأشخاص. الفكرة نفسها لابد أن نستأصلها ولابد أن نقتلها في المهد، وهذا ما أحاول أنا شخصيا أن أفعله، يعني بالأسلوب المتواضع الذي أقدر عنه، بالقلم في صفحتي في الفيسبوك، في منتديات مثل منتدى الحوار الذي شاكرين استضفتوني عليه. فلا بد أن نقتل مثل هذه المشاريع التي هي معول هدم للدولة، لا بد أن نقتلها قبل أن نطل برأسها على المجتمع، يعني تأخذ حيز أكبر أو مساحة أكبر. اوكي صبغ حتى يو كما جرنا كابتي كما جرنا عفر يخونو ويم كالوت نتي ناي منصالن منقسقاساتهم كما جرنا كن اليون نخل نزبل قداماي بقلصي بزي كنقطمو علنا فتحاوي طلب هلا ومؤمن صبغ يوجن فتحاوي طلب زي أمن تي سرعة رأيو حقام مسألات هزبي زخل كلن زخل إنوين نسيو بزا مخنيوم نزخون يكون كالي نتي بتتانن وي بمنصالن كفتحوون زدليو جن بقلسي مكلاعوم يو حتى من مقال بنا كله أب زخونة يكون كاب زخونة يكون يمسع كجتم زلوا إيو بفلاي نزخ قطمو زلوهم دما نايتهم نتحطو تاتي زلعلو دكتي بوتا تم كندي بقدام النت قطمو زلوهم إيو يعني نساتهم نزل زلعلو سبات وحداتيهم مخنياتو دما وحدات سلا زخونو دما دمصنا يبزح دمصنا دمص حزبي እዩ مبزحتهم اتوم نزي زلعلو ابتي ጉባኤ ዝተሳተፉ ይኹኑ እውን ውሕዳት እዮም መብዛሕትኦም ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ዓፈር እዮም ነይሮም ኤርትራውያን እውን እንተነበሩ ኣብቲ ጉባኤቲ ወይ እውን ነዚ ሕቶ ናይ ብምንፃል ዘልዕሉ እውን እንተሃልዮም ኮይኖም ካብቱ ኢትዮጵያ ዝጠበው አንድነታውያን ሓሳብ ዘለዎም እዮም እቲ አንድነት ንኻልእ ጥራይ ዝወሃብ መግለፂ እውን ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ነቲ ዘልዕልዎ ሓሳብ ንዕኦም ዘይኮነ ነቲ ዘልዕልዎ ሓሳብ ጌና ኣብ ውልድኡ እንከሎ ክንቀትልዎ ክንበቅዕ ኣለና ጌና ኢድን እግርን ከይገበረ ኣብ ኩሉ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ኩሉ ኣኼባታትናን ኣብ ኩሉ ዋዕላታትናን ክንገጥሞ ክንክእል ኣለና እዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኢና ከነፍሽሎም ንኽእል قبل الاستاذ ضلومبا عندي سؤال محول من البث المباشر من الفيسبوك. السؤال بيقول يا استاذ دكتور عبد القادر ما هو دوركم في توعية الشباب العفري خاصة والشباب الإريتري عامة في هذه المواضيع؟ تفضل. أنا شخصيا والله نحاول بقدر الإمكان أن نوعي الشباب أو ليس فقط التوعية ما هو الأفكار هذه ليست أفكار سهلة أفكار تتبناها الدول وهذه مشاريع ضخمة
تتبناها الدول، وراها ليس الدولة التي وراها مؤسسات. فما نحاول نفعله الآن على الأقل بقدر الإمكان نحصل نفسنا أو الشباب والمجتمع بالحقيقة، حقيقة ما يدور. وفي الفيسبوك أنا الفترة الأخيرة مع أني حتى لو كنت ناشط، لكن لايف ما كنت ناشط كثير في الفترة الأخيرة ناشط، لكن منذ القضية هذه بدأت يعني على قدر المستطاع، على قدر إمكانياتي بدأت أنشط، أوعي ونتجرأ حتى نحصل نفسنا، نحصل كل المجتمع الإريتري. وغالبا للأسف أنا حديثي في الفيسبوك هو بالعفرية، لأن الجمهور اللي استهدفه الآن الفترة الأخيرة هو جمهور عفري. فقلما أتحدث لايف بالعربي، لكن كتاباتي تكون بالعربية. فنحاول بقدر الإمكان مثل ما قلت نحصل الشباب العفري والأمة العفرية أبناء دنكاليا يعني على وجه الخصوص. اللي ما يحصل الآن ليس في مصلحة أبناء دنكاليا، وإنما هو فقط مشاريع تخدم إثيوبيا الاستعمارية وعقلية وطموح إثيوبيا الاستعماري. هو فقط مشروع يغذي طموح إثيوبيا الاستعماري، ليس إلا يعني. فليس العفر أي مصلحة. لو كان العفر مصلحة أنا كنت في إقليم العفر، أنا كنت في إقليم العفر قبل سنتين، بعرف كيف حال الإقليم العفري. ناس في مناطق لا تزال شعب إلى يومنا هذا يعيش في كهوف، يعني في أكواخ. لو كان فيهم خير كان نموا المنطقة هذه يعني قبل أن يطالبوا في دنكاليا. فنحاول بقدر الإمكان زي ما قلت الكلمة توعية تثقيف، يعني هذا دورنا كمراقبين للوضع. فهذا ما نستطيع. للأسف الميديا الإريترية وعلى قلتها ما أدري لا تتناول الموضوع بشكل جدي يعني. فأنا عبر منبركم موقر لا يعني طالبهم يعني الإخوة في منبر لا ناسي اسمه الإعلام الإريتري، المفروض يشد حيلهم يتناول القضية هذه بشكل مستمر. هذا الموضوع ليس موضوع سهل، هذا موضوع وطن، هذا موضوع أمن قومي. فلا بد أن يتناول الموضوع هذا بشكل يتناولوه مع العفر، يشوفوا ويتناول، يستضيفوا الأحزاب، يستضيفوا النشطاء، يستضيفوا المجتمع المدني. لا بد أن يكون يتاح فرصة للشعب العفري أن يقول رأيه في مواضيع تخريبية مثل هذه، مشاريع تخريبية مثل هذه. فلا بد أن تتاح لهم، لأنه إثيوبيا الآن الشعب العفري القاعد في إثيوبيا للأسف هو أسير الفكرة نفسها، أسير المؤسسات الأمنية الإثيوبية. ما يستطيع، يخافوا حتى يتواصلوا معنا، ناهيك إنه يبدي رأيهم يعني. اعتقالات تعسفية فاللي في المهجر لابد أن يستضاف الأخوة في المهجر، لابد أن تتاح لهم مساحة ليقولوا رأيهم، ليوعوا عبر المنابر الإريترية الموجودة، يوعوا الشعب الإريتري على وجه العموم والشعب العفري على وجه الخصوص يعني. ولا بد الكل كمان ينشط في صفحته. اليوم في صفحة الفيسبوك تعتبر منصة لوحدها، يعني أقل واحد فينا عنده كم ألف متابع، فيديوهات توصل ل 30,000 مشاهدة. المنصات لابد أن لا يستخف بها. منصات التواصل الاجتماعي هذه تعتبر هي منصات بديلة للإعلام التقليدي الكلاسيكي الحكومي. فالكل لابد أن يكتب بحكمة بدوية وبالتوعية، يدرس التاريخ المنطقي، يدرس خلفيات الأزمة هذه، ولا بد أن يوعي. فهذا اللي أنا أحاول بقدر الإمكان أعمله، وهذه من ضمن يعني الاستضافة هذه تأتي في نفس السياق. أوكي، أتي حتى كاب أبو ناصر زغربي كاب وساز مسحته قديخهم أبن نقاح منسى عفر انتاي مسل يبلون أزي زكاية زلو أنصارنا زكاية زلو وطن بعقمي هاجرات زكاية يوم تخونه جن بنخلو قدينا كنتصاوت إنا نتصاوت وين نيرنا قالونا أنا بوجنا أي فيسبوك يصحف
كمون بلايف وين زقبر نجارات كلوني اللي خون إزي زقبر مالت اتزقبر زلو وي اتزكاد زلو وديتات نتقمي إثيوبيا أنبر نتقمي عفر كم زي كونه عقليسنا قليسنا كنبر نفتن نربحنا خم زي كونه وين كنر نفتن سلزي ميديانا إرتراوين ولا كوا وحده زلوا جن كمتي زلون عقمي بتزلون وحدون أنا بوجني قدي إن كجبران كتصاوتان يسوع مالت إزي قداي هاجرن قداي هاجراو سطان قداي هاجراو حدنتن سلزخوني نحدن زبحالو اللي قداي كنا كله كالعلو اللو كمون أبسدت زل أوشت زلو كا أسرات ناي كل شنخات كخونو سلزخولو ناي تعال ناي مخانن قديهم من غحنا مسواتن سقاب كنت تأكلن إنت أبسدت زلو جن نتي زلوهم نسعى مدرخات في اللاي ناي محبراو مرخب مدرخات بزقبع كنت كملو يقبع قليلا يكونن إذا مدرخات زي على فيسبوك كنت قل أشحات سبات متدعى ساعتها اليوم خاخم ويناب كالي إزي قليل مسارحي أيكونن بزقبع كنت كملو يزوع ودي بلاتا ما يمودع تايلين رسال يدل عيولو دحر هاراي يغادني لنا يقرماي يغادني لنا دكتور جابر روش حدش عمل دكتور عبد القادر علي عثمان رفة دكتور عبد القادر عبد القادر اوكي روش حدش عمل يقبر لنا زي حجي حزنا لنا عمل كان حدا سمون حليف الله مالتيو دكتور عبد القادر كان خمزي لهم ممصوم بتعمي زحقوسيو اتي ندليو دلنا نجارات انتايو حزب ኤርትራ ሓድነቱ بحبار عقيبو نتذ خيد دلو كنتاتنا كلنا ردو مالتيو حجي انتاي نمبال يزارب دلو انا ابز غزي اب حصص كنتات سلازلنا اتي اب هاجرنا دلو شجر كلنا تردينا يمسلني ግን شجرنا هنفتح كساب حجي اي بقعنا لنا مالتيو كابز حجي زحقوس كغلط دصنح نجارات كاني دس دبلن ነገር እንደህርልዩ دانكل مالت ቀይሕ ባህር ማለት ርእስና ኤርትራ ኩላና ክንፈልጣ ዝግባአና ማለት እዩ እዚያ ርእስ እዚያ ሒዝናና ጥራይ እታ ኤርትራ ዓባይ ክንገብራ ንኽእል ካብዚ መሰረት ምግባር ከኣኒ እዚ ሕጂ ዝግረብ ዘሎ ኣብ ህፁፅ ኩነታት ስለ ዘለና ኩሉ እቲ ተቓላሳይ ህዝቢ ተቓለስቲ ውድባት كم تاخذ قس تصنحه لؤلاونت نا إرترا مس حزبان مس مريتان مس سمايان مس بحران درجاجت اب حدا حصص كنتات تراخيبو فتح كغبرالو كل غزي እና ተዛረብና ክንነብር አይንኽልንና ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ማለት እቲ ክወሃብ ድጸንሐ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ደይተወጻእ ህዝቢ የለን ዝያዳ ግን ህዝቢ ደንከል ከኣኒ ንዓዱ ገዲፉ ተሰዲዱ ከም ዘሎ ኩሉ ኣና ርዱ እዩ ማለት እዩ ካብዚ መሰረት እዚ ተበጊስና ከኣንነት ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ከኣኒ ሓደ ተግባራዊ ምግባር ጥራይ እዩ ዝፅበየና ዘሎ ስለዚ ሕጂ እንታይ ንምባል دكتور عبد القادر حجي ዘለኩም ርክክባት مستن لؤلاውነት ናይ ኤርትራ ዝኣምና ውድባት ስምምዕ ትገብርዎ ነገራት ኣሎ ዶ ወይ ከዓ ርክክባት ትገበርኩሞ ነገራት ኣሎ ዶ እዚ እንድሕርልዩ ከኣኒ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ቆፀራ ደይኮነሲ ናይ ሓፂር ግዜ وصلنا بزحلفه كنستنتن يبلنان بحجي كابلومس كساب صباح كنت خنقبر دبل ملسلي دسبلني يغني الله اوكي اولا يحيي الدبلاتا بخدوم السنه الجديده وطبعا تامين وحده اريتريا هو هدف الكل وان مشاكلنا هو النظام الجاسم على صدورنا وهذه هي واضحه أما بالنسبة لي دنكاليا تعتبر يعني موقع مهم لإريتريا وتعتبر رأس إريتريا وعلينا أن نعمل من
أجل وحدة أرض وشعب إريتريا دون كلل أو ملل. ففي هذا من هنا طبعا أطرح سؤالي، أنتم في هذه الآونة هل لديكم اتصال مع التنظيمات التي تؤمن بالوحدة بوحدة أريتريا أرضا وشعبا، وما هي مشاريعكم المستقبلية للعمل مع كل الجهات التي تعمل من أجل إريتريا؟ شكرا جزيلا. أشكر الأخ على السؤال. تفضل. بداية أشكر الأخ على السؤال والمداخلة، وأشكره على حسن ظنه فينا. يعني تنظيمات تؤمن بوحدة إريتريا للأسف الفترة الأخيرة، وهو يعني حسب رأيي بسبب القبضة الأمنية الإثيوبية. حتى التنظيمات الموجودة مثلا في إثيوبيا الآن، هناك ضبابية عندما يتم تناول موضوع إريتريا أو دنكالي بالذات. مثلا تنظيم البحر الأحمر نحن نعرفهم، تنظيم عفري إريتري يطالب بقضية أبناء العفر، ولو أسلوبه الخاص يعني في طرحه الخاص، فكره الخاص في هذه القضية. ولكن لم نسمع، أنا شخصيا ما سمعت إنه التنظيم هذا لا يؤمن بوحدة الأراضي الإريترية. ولكن في الفترة الأخيرة ليس مسألة إيمان وعدم إيمان، ولكن الفترة الأخيرة بدأت وجودهم صار في إثيوبيا. ألو؟ تفضل. مسموع واصل. وجودهم إقامتهم في إثيوبيا للأسف صار عبء أو شكل عبء حتى على توجهاتهم السياسية، فصارت تفرض عليهم بالحين والآخر أشياء ما أظن شخصيا أنهم هم يؤمنوا فيها. مثلا في المؤتمر الأخير اللي حصل كما قلت، هم امتنعوا أصلا من الحضور يعني، وأعلنوا بيان في اسمه ففرضت عليهم. فنحن كنا نتواصل مع التنظيم، نعرفهم يعني معرفة شخصية، وبعضهم حتى أقارب لنا تربطنا فيهم علاقات رحم. فهم حقيقة وطنيين إريتريين، وإن كنا نختلف معهم في أشياء كثيرة، لكن في النهاية هم وطنيين وكذا. لكن المؤتمر الأخير الذي حضر فيه بالضغط يعني، فما أريد أن أوصل له يعني اليوم عندما يكون شخص مثلي يتحدث بصراحة عن الوضع، عن ما يصير في المنطقة، أو كيف توظف إثيوبيا قضية أبناء دنكاليا لصالح مشروع التوسعي، فهناك خشية من الناس المتواجدين في إثيوبيا، يخشى التواصل معنا علنا أقصد، فلأن هناك قبضة أمنية فيصعب علينا بناء يعني صورة موحدة. لكن أنا مؤمن بشكل كبير إنه أغلب التنظيمات تؤمن بوحدة الأراضي الإريترية، واللي ليس فقط لأن معانوه في إثيوبيا يعني لم يكن حتى مشجع. إثيوبيا غفلت هذا الشيء، يعني معانوه في داخل إثيوبيا الآن العفر مثل بقية اللاجئين الإريتريين، لم يكن مشجعا لهم إنه
يطالبوا بضم اذا كان باثيوبيا. لم يكن راوا بأم عينهم ان اثيوبيا ليست الارض الموجوده او جنه الله في الارض. فهذا شيء. اما نحن ماذا لدينا مستقبلا؟ ان شاء الله لكل حدث حديث. لدينا مشاريع بهذا الصدد، مشاريع مستقبليه وقريبه ان شاء الله. انا شخصيا لدي مع مجموعه، ان شاء الله اول ما ترى النور سيكون لكل حدث حديث ان شاء الله. اوكي. يمسجن حدنت ኤርትራ زعمنا ውድባት ዘለኩም ርክብ ዝብል እተን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ውድባት ዋላ እንፈልጠን ገሊኣተን ብኤርትራውነተን ዘይንጠራጠር ሃገራውነቶም እውን ዘይንጠራጠረሎም ከምኡ እውን ብዝተፈላለየ ዝምድና እውን ስለ ዘለና ስለንራኸብ እንታይ ከም ዝሓስቡን ንፈልጥ ኢና። ግን እቲ ዘለዎ ቦታ ናይቲ ዘለዎ ቦታ ፀቕጢ ስለ ዘለዎም እቲ ኩሉ ዝኣምንዎን ዝደልይዎን ብግልፂ ክብልዎ ኣብ ዘይክእሉ ኩነታት ከም ዘለዉ ንግንዘብን ንዕዘብን ኢና። ምሳሌ ውድብ ዓፈር ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ጉባኤ ዝተገብረ ጉባኤ ከም ዘይሳተፍ ግሉፅ እኳ እንተነበረ ግን ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ጉባኤ ምስታፉ ብተፅዕኖ ብዝተፈጥረሉ ተፅዕኖ ኣብቲ ቦታ ብምህላው ዝተፈጥረሉ ተፅዕኖ ከም ዝኾነ እውን ንግንዘብ። ስለዚ ተሳትፎኦም ናይ ተፅዕኖ ተሳትፎ ከምኡ እውን እቲ ገለገለ ብግልፂ ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብ እውን ወይ እውን እቲ ዘለዎም ሓሳብ ብግልፂ ናይ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ውድባት ብግልፂ ዘይምዝራብ እውን ናይቲ ኣብቲ ቦታት ኮይንካ ከምኡ ኢልካ ክትዝረብ ስለ ዘይትኽእል ብዓይኒ ፀጥኦምን ብዓይኒ ህልውንኦምን እውን ስለ ዝጥመት እዩ። ገሊኣቶም እውን ንሳቶም ክትዛረቡ ሲትረፍ ብግልፂ ምሳና ክራኸቡ እውን ፍርሂ ከም ዘለዎም ንርኢ ኢና። ስለዚ እዚ እቶም ኣብ ሓድነት ኤርትራን ህዝባን መሬታን ዝኣምኑ ህልውና ብምክንያት ህልውንኦም ዘጋጠመ ሽግራት ከምዚ ይመስል። ናይ መፃኢ መደባትና ብዝምልከት ግን ኩሉ ኣብ ገግዚኡ እቲ መደባት እውን ብግብሪ ብርሃን ምስ ረኣየ እንተተዛረብካሉ ይፅብቕ። ግን የብልናን ወይ ንመፃኢ እንሪኦን እንሓስቦን ወይ እንገብሮን የብልናን ማለት ኣይኮነን። ግን ኣብቲ እዋኑን ኣብቲ ጋህዲ ዝኾነሉን ብዛዕባኡ ምዝራብ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ። اوكي. صالح على احمد برهان رجع اسماعيل الاحمد. انا حاختم ببرهانه دلوقتي. في اسماعيل الاحمد برضه كان رافع ايده استاذ اسماعيل. معلش استاذ اسماعيل يترجم بنفسه ويختم بنفسه. شكرا. انا عندي مداخله بس صلاح مداخله مش ايوه انا مداخله عشان يعني انا قبل قلت الورقه دي مفروض ما تخلينا في أسئلة وأجوبة لأنه ورقة تفكيكية هي. فعشان كده بالذات الأسئلة اللي وردت قبل الأخ كمال أورد سؤال نفس السؤال أيضا يعني أثير من اللايف تقريبا اللي قاله صلاح. نحن قيمة هذه الورقة بالذات في واحد قاعد يتكلم أحمد موسى. طيب قيمة هذه الورقة بالذات في المحور الثالث اللي هو العفر بين عدالة القضية ومخاطر العزل. فأنا قاعد أشوف مهم جدا الخطر لا يكمن فقط في التوظيف الخارجي لكن في عزل قضية العفر عن بقية المظالم الإريترية. فالجانب ده مهمتنا نحن كيف نتعامل معاه. انه احنا يجب ان نرفض يعني فصل مآساة الشعب الموجود في دنكاليا عن سياق الدولة ككل او عن سياق المكونات ككل. وبعدين نؤكد انه مظالم العفر هو نتاج الاستبداد لا نتاج لانه هم ينتموا
لعرق اسمه عرق عفري ولا قومية عفرية ولا لا. الاستبداد ما ناتج من كده، الاستبداد هو ناتج من نظام أساسا عقليته الدكتاتورية هي اللي وصلت إريتريا كلها. فبالتالي أنا قاعد أقول نحن بدل ما ندخل في أسئلة كيف نتصدى الآن من اختطاف قضية عفر إريتريا أو عفر دنكاليا من 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 الخارج. ده هو المهم، ده هو المفروض نحن كلنا يجب أن نلتف حوله. مش مسألة إن يكون دي قضية عبد القادر فقط في المعالجة أو قضية عبد القادر أو العفر في التحدي. بالمناسبة أخطر توصيف إعلامي بدأ ل 15-20 سنة يمكن مسألة التسمية بتاعت عفر البحر الأحمر. هذه تسمية بالمناسبة مغرضة. أنا قريت كل التاريخ العفري بما فيه ما يعرف بتاريخ المنهل العفر اللي هو دكتور هاشم جمال الدين الشامي. ما في حاجة في دنكاليا هو يتكلم عن عفر دنكالي. ما سمعنا بحاجة اسمها عفر البحر الأحمر. الآن حتى الآن نتكلم بعفر إريتريا، عفر جيبوتي، عفر أثيوبيا. بمجرد ما نخطئ في المصطلحات يجب نتصدى لها. هذه النقطة بتاع عفر البحر الأحمر يجب كلنا نتصدى لها. أي عدالة تبنى خارج الإطار الوطني الجامع ستتحول ولو بحسنية إلى أداة تفكيك. وهذا هو مدخل الحوار المهم يا جماعة مع مطروح من الورقة. إذا يجب أن لا نعزل قضايانا ونحول القضايا بتاعت ممارسة الاستبداد نحولها من قضايا وطنية إلى قضايا هويات، وهذا خطر على التفكك الإريتري. أنا ده هو اللي كنت مفروض الناس تركز حوله وشكرا. لكن ما معناها أن احنا ندخل في صدام مع الإخوة العفر في أثيوبيا التنظيمات الموجودة. لا، ما ندخل معاه بقدر ما ندخل في حوار كيف نوطن القضايا الوطنية في معون وطني، مش عشان يتحول انه عفر دنكالي يبعدوا ويشوفوا قضيتهم خارج المعون الوطني. وشكرا. وساخي حسابي نيرونا على احمد تحقاو طلب عفر قيح بحرنا جزاء فلي ابيلكا مرأي زيكونه ابوش تي هاجراوي طلباتن اوشت هاجراوي وصعاتاتن كريو مفتان حدا عبي اقداسي قداي كويني يرغبل كاب كال مفلايو مفلايو ناي وصائي إذا تاونت وين مقلاص تخون سلازخ الأبوش تي كله نايتي تي هاجر زلو وصعاتات إذا مالت جن تي وصعة دما مبقسيو تي أبت هاجر زلو ملاخي سرعات مخانو كاب ناي وصع أجندا كنوصو النخيل دما وين مسارحين ناي كالوت أجنداتات كمخان كنناقفو النخيل دما قداي كلها هنا مخانو أمينا كلها هنا ننقسقسلون كلها هنا نحملون كلها هنا نقويلون كلها هنا مفتحي إننا ديلون قداي غيرنا كنوصدو ألونا ني دكتور عبد القادر وين نخوكم زي أمسلو سبات راح زقدف أيكونا كالي عبد سواوعا وين أبسنا قالت مأتوي ناي كالوت تاونت خون سلازخل عفر قيح بحرز بالنجزة أرسو عبي تمتع اسم سلازخونه إزوين شجر ناي شجر أبتجع سلازخونه إذا السمانياتات إزوين تخكل كم زي كونه كستايكن بالنخل عفر مستم أبكال مسكال عفر زلوم زمدناتات إزي زمدناتات إزي النخبرون كم أول مز زمدناتات إزون زخونه يكون قنصي كم زي بلنان نزز مسل عينة مرقصات وين كان بره يقبعنا سلازي بتغلالو ذي حقاو تلبزي أوش تي إرتراوي حقفن إرتراوي سجمن كوينو بناء إرتراويان بناء كلهم إرتراويان
على بناي كلهم إرتراويان بمتحبات زفتح جيركا موسادو كم حدا فلي شجرن كم حدا فلي ستانجر كموسادو جن ذي نتي كم خيرو كرئيس زخ على ملاخ سرعات كوان تهلوه جن نا إذا تاونت ون مسكوت سلازخونه إذا مسكوت زي معساو أب كل إتي هجراوي طلباتنا أب كل أب تي ملاي نايتي نزي نايز سجم زي شجر زخونه سرعات أب ملاين أبو زتبكره كارسي نكياد زبل حساب كقرب يفوتو زبل زلو برهانه عندهم شيخهم دك عبيتي كمان لهم كما يتغنيو رحس عدش عامات رحس بعد لدات ناي توعدو يخون ولا ناي كاتوليك ومقاعد زبس عنا مرحبا دكتور عبد القادر بزمسك حسابك قلت لنا مفتانكا كي مسكن قاحة الفايدة لن نعاد صوحها حوارون كمسكن يبون ويل هذه كابتن تني ودباتنا شجر بزعوا إرتا حرا حب تزلو سرعات نملغا إلى كابتن كسقسا كلن انت دا سمعنا إرتا بالديمقراطية من قدي كان محضرا للناس الحسابي زي زرا وقت يخلها شوفوني انتي خوني بدعريونا ينفلتنينا حدا حبرتسب أبزح استمع على مخانمتين قال يو حرستايو قال يو نجادايو قال يو عسى قفافيو خم حزب عفار كوني ولا تنعلون توخدنا قال يو كوتاس لنا تسرح له قال يو شكالايو كمزلو مالك هجي حزب عفار توصي له الكا ختصخر الخاسي كمي كما حضروا لهم ويدما انتاي بوليتيكا آمر تتقوم تكون نت غلطة سلسة اسمكم نا عفار نقص أساتر لهم أبجي تفلي أيكون كون رئي انتاي تتحستو نايتي ودباتي تتحستو نايتي ودبات نحنا عفار كوينا من البعض زي ما كل محدار أنت داخل لي خوينو أكشوالي تاني صبايو زي ما كل محدار أنت داخل لي خوينو نجزع نفسه تاورا جانا يدنكل ناتونا يجزع نفسه محدار حكايدي حجي عفزي كم بوليتيكا عمر انت هيك كتوليهم تداليو دي آية تحتي كانت صراحة يدلي ويس أخلت يا تترجم الليدي اوكي تترجم الليدي هو طيب اوكي اولا يحيي الاخ برهانه بمناسبه عيد ميلاد المجيد والسنه الجديده وايضا يحيي الدكتور عبد القادر على مجيئه هنا وتقديمه لهذه الورقه الجيده. أنا عندما أرى أو أسمع كل القوى المقاومة طبعا هي تنادي بالنظام بإقامة نظام ديمقراطي، وهذا يعني شيء مطاط وقد يكون إلى حد ما شيء مبهم لأنه غير واضح، لأن هنالك أنظمة مختلفة في إطار هذا النظام الديمقراطي. ممكن تكون أنظمة وحدوية، أنظمة فيدرالية التي أنا أؤمن بها، لم توضح هذه الأشياء بما فيه الكفاية، لكن إنه بكون المجتمع الإريتري مجتمع متباين من حيث المعيشة، فيه الرعاة وفيه الفلاحين وفيه سيادي أسماك وفيه العمال، فهو
تكون خليط من هذه الموزايك كلها. فأنتم طبعا عندما تروا حل لهذه المشكلة، ما هو النظام الذي ترونه وتريدونه أن يكون يعني يحل القضية أو المظالم اللي موجودة في مجتمعكم؟ ما هي اللزامة اللي تبتؤوه أو التي تريدون إقامته في إطار النظام الديمقراطي الفضفاض؟ تحية لك، وأحب كمان نسيت يعني أهنئ الجميع على رأس السنة الجديدة، وأهنئ إخواننا الأرثوذكس على عيد العيد المجيد. فهنا بالنسبة للنظام الذي نراه، هو النظام الحكم دائما يا أخوة هي آلية للحكم، لكن النظام نفسه لابد أن يقام على العدل. دولة لا تفتقد العدل أيا كان شكل النظام الموجود فيها مستحيل إنه ينجح. اليوم لو قلنا مثلا الفيدرالية، أنا بالمناسبة في إريتريا من المؤيدين للفيدرالية والحكم الفيدرالي لسببين كما ذكر الأخ. بسبب تنوع المجتمع الإريتري، فيصعب إنه إيش مجتمع متنوع مثل المجتمع الإريتري أن تضعه في إطار واحد يعني مشترك. فلا بد أن تعطي النظام الفيدرالي لأنه يعطي مساحة للمجتمعات في المشاركة السياسية، فيفضل النظام الفيدرالي أو النظام. ولكن ليس بعيد عن النظام الفيدرالي، نظام الحكم نفسه لابد وأن يقام على العدل. نظام إن لم يقم على العدل حتى ولو كان فيدرالي سيفشل ولن ينجح. إثيوبيا في فترة ما زالت هي نظام فيدرالي، لكن حتى القريب كانت العفر والصومال كانوا يعتبروا الأحزاب المساندة للأحزاب الحاكمة الأربعة، الأحزاب الحاكمة الكبيرة، الأورمو والأمحرة والتجراي، تجراي وشعوب الجنوب تقريبا الحاكمة. فالأنظمة بقية الشعوب كانوا يعتبروا نظام أحزاب داعمة للنظام القائم، وليسوا أحزاب مؤثرة في الحكم، فقط لأنهم النسبة السكانية لم تكن تسمح لأنهم يشكلوا. فهذا على الرغم من النظام فيدرالي لكنه لم يكن نظام عادل يعني. واليوم بدلا من يحسن النظام القائم في إثيوبيا، أبي أحمد قام بنسف المنظومة الفيدرالية كاملة يعني، وإن كان النظام الحكم فيدرالي ولكن هو حزب واحد هو الحاكم، وهو حزب يقوده أبي أحمد شخصيا يعني. فالأنظمة يعني لابد أن تقام على العدل أيا كان شكلها، لابد أن تقام على العدل والمشاركة العادلة، المشاركة السياسية العادلة، والمشاركة في الثروة والسلطة. وهذه أهم شيء يعني، إن الإنسان يحس بالانتماء عندما يشارك في المشاركة في السلطة والثروة نفسها يعني. باختصار إجابة على سؤال الأخ، أنا شخصيا في إريتريا أؤيد مبدئيا النظام الفيدرالي، ولكن قبل الفيدرالي لابد أن نتفق على نظام يكون عادل للجميع بدون أن يضر لا في الدولة ولا في أي قومية في إريتريا على حساب أي قومية أخرى. لابد أن يشعر الجميع أنهم عايشين في نظام توافقي عادل يخدم مصالح الشعب. فالشعب الذي يحس أنه حاصل على كامل حقوقه صعب جدا أنه تلقاه يعني. مثلا في أوروبا الآن أكثر الشعوب لأنها مكتفية سياسيا في المشاركة السياسية،
والمشاركة الاقتصادية في القرار السياسي. صعب جدا انه تلاقي فكره في بعض بالذات الشعوب اوروبا الغربيه اللي فكره الانفصال او ان يستخدموا كاداه، او هناك نزعه عنصريه بينهم، ليس ضد الاجانب لكن بينهم يعني. فاي نظام قائم على العداله هو قابل للديمومه، قابل للاستمرار يعني. واي نظام يفتقد العداله ايا كان شكله، فيدرالي، ملكي، جمهوري، لابد الى زواله يعني. الشعب في يوم من الايام حينتفض عليها. فاساس الملك هو العدل، وليس الوحدوي او الفيدرالي. اساس الملك هو العدل. هذه اتمنى ان اجبت يعني. اوكي صبوق بمجمرتا انا وين رسيع نيره دون دقيمه حجوين كبل رحوس حدش عاماتكم اون انقعني علة لدت ناي توحدو عمنت توحدو بيت خريستيانا قعكم يبل سرعته محدرة بزعبا سرعته محدرة مزراب بقدمي قدم زخونه يكون سرعته محدرة مزراب ኣብ ፍትሒ ዝተመስረተ ደውላ ምፍጣር ክቅድም ኣለዎ ንኩሉ ዘሳትፍ ፌደራላዊ ስርዓት ይገበር ወይ እውን ካልእ ዓይነት ስርዓት ብዘይ ፍትሒ ዝዓሰለዎ ሃገር ዝኾነ ይኹን ውፅኢት የብሉን ስለዚ ስርዓተ ምሕደራ ዝኾነ ይኹን ጥቕሚ ዘይህልዎ እንተደኣ እቲ ሃገር ንገዛእ ርእሱ ኣብ ፍትሒ ዝተመስረተ ዘይኮይኑ እዚ እውን ምሳሌ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ኣሎ ይበሃል እንተኾነ ግን እዚ ፍትሒ ዝጎደሎ ሃገር እቲ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሰልፊ እዩ ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ዘካይዶ ስለዚ ፍትሒ ኣቦ ኩሉ ምዃኑ ኣብዚ የርእየና ስልጣንን ፀጋታትን ብማዕረ ክማቐል ዝኽእል ኩሉ ወፅዓ ዘይርእየሉ ብሓባርን ብሰላምን ኣብ ኩሉ መዳያት ተሳትፉ ከረጋግፀሉ ዝኽእል ስርዓት ዝተፈላለዩ ስርዓት ክህሉ ይኽእሉ ኣነ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢለ ዝበልክዎ ኣነ እውን እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኢለ ይኣምን ይርኢ እንተኾነ ግን እዚ ጥራይ እኹል ኣይኮነን እቲ ኣብ ፍትሒ ዝተመርኮሰ እንተደኣ ኮይኑ ጥራሕ ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ العدل أساس الحكم يلو زازيموه نسخة ፍትሒ ይኩን ተድላ መንግስትከ ማለት እዩ ብግዕዝ ስለዚ እዚ ዝርኢ ግን ኡስታዝ እስማዒል ታመት ኣይተመለሰለይን ሕቶይ እንደይ ሞንታይ ከነን ሕቶይ ኣይመለሶም እሱ ኢሉ ተረዲኒ ሎ እሱ ዝበሎ ኩሉ ኮምፕሊትሊ ተረዲኒ ሎ ፅቡቅ ዘረባ ኣይተዛሪቡ ግን ኣነ ዝሓተትኩ ነቲ ውድቡ እንታይ ንኣብነት ካፒታሊስት ምሕደራ ኢና ንፈቱ ድብል ሶሻሊስት ምሕደራ ኢና ንፈቱ ድብል እቲ ፌደራላዊ ምዃን ዘይምኩል ምሕደራ ካልእ ነገር እንዲ ኩለንተን ውድባት ዝብልኦ እዩ ብፍላይ ከም ውድቡ ንሱ ውድብ የብሉ ንሱ ኢንዲፔንደንት እሱ ተንቀሳቃሲ ፖለቲካል አክቲቪስት ውድብ የብሉ ሶሪ ሞ ይቅረታ ግበረለይ ታሕቶ ከማን ከምኡ ኢለ ዝሓተትኳ ግን ኣነ ከም ውልቀይ እቲ ፌደራላዊ ምሕደራ ፌደራላዊ ምሕደራ ኩልና እንዲና ንብሎ ምስኡ ሰማማዓየ ፌደራላዊ ክትብል ትኽእል ዘይምኩል ምሕደራ ክትብል ትኽእል ትኩላዊ ደይኮነ ምሕደራ ኣይንደሊና ዝብል ዝበዝሕ ውድባት እዩ ዝዛረቦ ስለዚ ምስኡ ንሰማማዓየ ኣብቲ ዘረባ ሱ ድብሎ ዘሎ ኮነ ኮይኑ ኣነ ውድብ ዘለዎ መሲልኒ ክዛረብ ሓሲበ ነይረ ይቕረታ ግበረለይ ፖለቲካል አክቲቪስት ኦኬ
ግርማይ ብግዕዝ ዝበልካ ያሲ ብትግርኛ ዳ ሓሲብ ካላ እስኪ ንገረና ብትግርኛ እንታይ ማለት እዩ ካብ ብግዕዝ ጌርካ ዝተርጉምካ ያሲ ትግርኛ ሰለስተ አንካላ ድዩ እስኪ ብትግርኛ ኣይረኸብኩን ንሳ ከዓ ደስ ኢላህን እምበራይ ምስኣ ትገጥም ኮይና ምስታ ብዓረብ ዝበላ ትገጥም ስለዝኾነ ግበረላ እንዶ ብትግርኛ ዘይፈልጥዋ ኣነስ ኣይተረድአንን ጅስ ትግርኛ እንተስኢኑላስ ከመይ እዩ ናብ ግዕዝ ዳኣ ተጊቡ ኢለ ስለዝገረመኒ እዩ ኦኬ ኣብ ግዕዝ ኣብ ግዕዝ ኣይኮነን ዋላ بمصحف قدس وين الله سوزبلا وين العدل اساس الحكم بالقران وين الله ويا بمنفساو مصحفتنا مسلمنا الله اب مصحف قدس وين كلتن تداريخه حساب نتا بتري اصن هجه منግስት تبل ديا هايل منግስትك መንግስት دحارك نزيات تفرسك فتح ورت يكون تدلا منግስትك تبل تتحرت عن تدلا منግስትك يكون تبل بو يس لذي انا اسماعيل جزي وسيدنا له مسلني دحان ولا بتدردشا نقوله استاذ اسماعيل تفضل وحاختم بك شكرا أنا عندي شوية مداخلة بس الجهاز يطلعني وينزلني شوية عندي إشكال إن شاء الله يعني يستمر على فكرة أخوي صلاح علي أحمد يعني تطرق في الموضوع اللي كان في ذهني أقوله يعني أول شيء شكرا دكتور عبد القادر وأحسنت وورقة قيمة جدا ويعني باين من الشكل وكامل المضمون يعني اشتغلت فيها كثير وشكرا جزيلا وسهلت الأمر يعني الكل قراها يعني في النقاط يعني وشكرا جزيلا يعني فالشيء اللي قالوا وعاوز أكرره أخوي صلاح يعني إنه هذا قضية دنكاليا في إطار إريتري يعني أكثر من الإخوة العفريين يعني أنا أظن يعني يهم المكونات الأخرى يعني مش إنه المكونات برضو ما قاعد تعاني في ظل حكومة السودان الموجود ولكن يعني قضيتهم وكمان منطقتهم الجغرافيا والسياسة لعبت دور كبير جدا يعني مش في عهد إساياس وبس يعني في عهود وفي عصور قديمة جدا يعني هذه المنطقة منطقة العفر يعني كانت دائما يعني في حروب ومواجهات يعني مع الداخل يعني مع داخل الحبشي على ذاك كان يسمى الحبشي يعني حبشة يعني وطبعا الشيء مهروب يعني ذلك يعني كانوا في الجبال وفي الهضبة والهضبة دي يعني دائما يعني تستنزف كانوا يحاول يعني يمتدوا على الأطراف يعني في اتجاه البحر وفي اتجاه الجنوب يعني في مناطق أورومو هذه الأمور هذا يعني دائما بقى في إشكال في 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 علاقة الصراع بين الشعبين يعني وطموحات الحبشة يعني مش جديدة يعني في منطقة العفر في البحر الأحمر يعني حتى يعني بعد خروج الاستعمار ورجوع إمبراطور في 42 يعني مع نهاية الحرب الثانية الحرب العالمية الثانية ورجوع على العرش وكفاحه عشان يصل للبحر الأحمر يعني ما معناها ما حاولوا يعني يلقوا يعني مدخل هناك يعني لكن الحروب القديمة اللي ذكرتها يعني ما كان عندهم يعني مقومات هناك ممكن يرتكزوا فيها يعني
يعني دينيا وثقافيا وكل شيء يعني كان شو اسمه. والوضع اختلف يعني مع اريتريا، شمال اريتريا يعني أو اريتريا الهضبه والمديريات الغربيه من الهضبه يعني. فهناك كان يعني عناصر تساعدهم يعني يرتكزوا، وفعلا يعني قدروا يعني يجندوا وقدروا يجدوا موطئ قدم هناك يعني سياسيا، يعني هو حزب الاتحادي او كمان حزب أمن النت يعني. فهذا الموضوع هذا منتفي بالنسبة للعقاريين يعني. عشان كده يعني يعني ليش أصبحت إريتريا يعني محل ولادة ومرتع الوطنية الإريترية، خلفية تاريخية عندها يعني، وتاريخيين واستراتيجيين. أي مفكر سياسي استراتيجي يعني يفهم هذا الموضوع هذا يعني. وليش يعني مثلا الآباء المؤسسين للدولة الإريترية يعني بما فيهم الشيخ عمر أرتيلا وغيرهم يعني، وكيف انحازوا لإريتريا يعني. هل أسمر أقرب من مثلا يعني دسي أو كمان أديس أبابا، أو كمان المياه اللي تهطل في هضبة أديس أبابا وفي شو اسمه تنزل في أواش وتنتهي في مناطقهم ويشربوا منها. هذه العلاقة موجودة، لكن كمان يعني هذا ما كانت كفاية يا تسرح سؤالي لك عشان كده بقى يعني أنا أقول يا يعني تسرح تقول أنا أقول يعني وأرى يعني إنه يعني ال يعني وطنية الإخوة العفر في منطقة دنكاليا يعني وطنيتهم ما عندها أي إشكال يعني. لكن كمان زي ما قال أخي صلاح، يعني احتدانهم ويستحقوا مركز الحركة التغييرية في الإريترية يعني، يكونوا في وسطها يعني، مش في هامش يعني. وهذا ما مش مهمتهم يعني، مش مهمتهم بغض، مهمة المعارضة ذاتها يعني. وأنا أسني هذا الموقف هذا من أخي صلاح يعني. عشان كده يعني أنا يعني في رأيي المداخلة بتاعتي يعني عاوز أختمها يعني بالتمني يعني إنه يعني مهما كان يعني الإخوة في يكون التنظيمين اللي عملوا مؤتمر في اسمه. أنا عندي اتصال مع 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 المؤتمر يعني اللي ينطلق من كندا يعني. من ذلك يعني نتواصل معهم ونجلس معهم، لكن كمان موقفهم جدي، وموقفهم موقف يعني مشروع، زي ما أتى زي ما وضع في عنوان ال- الندوة يعني. هو يعني مطالب مشروعة هي ويعني قبل ما نديع ايش تقول يا اريتريين المتنورين، يا الاريتريين الواعيين الوطنيين يعني هل حتتركونا لحد ما ننتهي والارض تكون خاليه، وبعدين يتنازع عليها يعني ال- الجاي من خلف البحر ولا من الجبال يعني يتنافسوا فيها، وكيف يعني. هذه هو السؤال الموجود امام المعارضه وامام الاخوه المسلمين. وشكرا جزيلا يعني وفعلا يعني انا يعني اضفت معلومه وكنت اتمناه يعني. دائما انا اقول في اي اي كلام نقوله عن دكاني، انا اذكر الاباء بحسن المرحوم الاخير يعني الشيخ عمر أرتي والإخوة بكامل يعني، المناضلين اللي نعرفهم اللي نادلوا في صفوفنا، وبعدهم يعني قادوني في الكفاح. أنا اللي بإمكانيات المتواضعة دي اللي شاركت يعني في قادة يعني قادوني من منطقة دنكال يعني، وأشكرهم وأذكرهم. الليلة شعرت يعني أستاذ دكتور عبد القادر يعني كأنه وريثي هذه الشريحة من الوطنيين يعني. وشكرا جزيلا يعني استاذ خلصت اسماعيل يا أبو استاذ حمد. اسماعيل
استاذ اسماعيل، تفضل دكتور عبد تفضل. القادر علي عثمان رفة هو ابن المناضل القديم علي عثمان رفة، كان ممثل الجبهة باليمن، يا سلام يا سلام، عشان وفعلا كده مناضل يعني، من عشان المناضل كده يعني. عشان كده يعني انا الليله انا ذكرت كل الشهداء يعني، وبما فيهم كلهم يعني، كلهم اللي انا عاشرتهم ونادلت في تحت قيادتهم وتقاسمت معاهم يعني كل شيء يعني. ترجم مداخلتك يا اسماعيل، ترجم مداخلتك واخير شنو؟ يعني ان شاء الله يكون بكل خير، واللي اسمه محمد احو وغيره وغيره علي اسحاق، كلهم يعني، كلهم ديل ابناء، اذا كان ابنائهم يعني ما ممكن يكونوا الا عبد القادر اللي ورانا الليله يعني. عبد القادر يعني كان وطني بالصميم يعني، وهو ابني ممكن يعني، انا حفيدي لو يكون يعني هذا الرجل هذا، وانا تمنيت الليله يا صلاح. شكرا. المهم ترجم مداخلتك استاذ اسماعيل، ترجمها بالله لو سمحت. استاذ قرمية اوه، تعبان عشان ايش كده. قلت ذاته ما بتذكر يا صلاح يعني. والله حاول تلخص اذا قدرت. حتى قبل إذا أمكن صحيح. أعطونا فرصة أخيرة نحن بس، اوكي لا إذا أمكن. اوكي راح اكشن احسن اعطيك اكشن. قرماي اللي خسكايا لها شويه لا يعني. لا انا تسيين ذاته اوكي ما انا بلي يعني بيقللوا بجمرها يعني، يعني زي كذا عدموا نزودنا يا دكتور عبد القادر، عبد القادر مسغانا ونعون فليز وهنا مسغانا مغنياتو تي أقراربوني وتي ورقتي كم ببان كله سي بزح كنت صرح الله ملكتي ملكتات زي قدايو بزي مسكونه وقن كان خملو حسيبة زنبركو حونا علي صلاح علي أحمد سلزبولهم نعو خدوغمو أيكم كون من الباشا في مجر الشاغل من الباشا حلف كولو خفتني يعني كنكا لعرداتي دنكاليا مالتسي يعني أمونغو دنكالياني أمونغو إثيوبياني ዝነበረ ርክብ ታሪካዊ ርክባት ኣሎ ወእዚ ርክባት እዚ ከዓኒ ብውግኢት ኩሉ ግዜ ብነብሲ ምክልኻልን ዝተሓልፈ ነገር እዩ። ካብ ግዜ ናይ ይኩኖ ኣምላክ ብቕቢሉ እዚኣ ናይ ሓበሻ ካብዛ ጎይ ወዲቖም እንደገና ናብ ዘይሁዳ ኣንበሳ مسكون يعني سلموناوያን ኮይኖም ምስ ተመለሱ ድሕሪኡ ካብ ዓምደ ፅዮን ጀሚርካ ዘርዓ ያዕቆብ ጀሚርካ ክሳብ ገላውዲዮስ ክሳብ ሱስንዮስ يعني ኣነ ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ሕብረተሰብ እዚ ክልተ ታሽብሲ ናይ ጎንፂኒ ናይ እንታሽብ ናይ ሰላም ኣይነበረን يعني ዳይማ ኩሉ ግዜ ኣነ ኢትዮጵያውያን ብሕልፊ እዞም ሓበሻ እቲ ዝነብሩ ቦታ يعني ላዕሊ ስለ ዝኾነ ጥዑም ክትነብረሉ ግን ከዓኒ እቲ ትሕዝቱ ቀልጢፉ በራሳይ ተወዳኣይ ስለ ዝኾነ يعني ኩሉ ግዜ ናብ ምስሕፋሕ እዮም ዝኸዱ። ንደቡብ ድዩ ንሰሜን ንምብራቕ ድዩ ናብ ባሕሪ ገፆም ድዮም እዚ ኩሉ ነይሩ يعني ታግ ኦፍ ዎር ዝበሃል ነገር ነይሩ። ታሪካዊ ኣመፃፅኣናቶም ንፈልጥ ኢና። ናብዚ ከዓኒ يعني እቲ ሕብረተሰብ ክልተ ሕብረተሰብ ብዙሕ ነገር ዝኣተዎ يعني ሃይማኖት ዝኣተዎ ባህልታት ዝኣተዎ ገለ ዝኣተዎ ስለ ዝነበረ يعني ብሓንሳብ ተኣሽቦ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ንነዊሕ ግዜ ፀገሞም ኣብዚ ቦታ እዚ يعني መእተዊ ወይ ከዓ መሽለኺ ንምርካብ ይፅጉሞም ነይሩ يعني ንኣብነት ድሕሪ ሃይለ ስላሴ ካብ ጉዞቲ ድሕሪ ውግእ ዓለም ካልኣይ ውግእ ዓለም ናብ ዘውዲ ምምላሱ እሞ ኣብቲ ዝገበሮ ሓርኮትኮታት እቲ ናይ መስፍሕፋሕ ጉዳያት ብሕልፊ ብቀይሕ ባሕሪ ናይ ምርካብ መደብ ናቱ ኣይፈተነን ማለት ኣይኮነን፣ ኣይፈትኑ ማለት ኣይኮነን። ግን ከዓ እቲ ዝነበረ ከምቲ ዝተጠቀስክዎ ኣብኡ ጠጠው መበል እዩ። ንኣብነት ብሰሜን ወይ ከዓ ምዕራብ ኤርትራኒ ሰሜን ኤርትራን ክትወስድ ከለካ እዚ ቦታ ናይ ዓፈር ቦታ ክትሪኦም ከለካ በበይኑ ኣብኡ ከነጭራሹ መሽለኺ የብሉን يعني ንዘለዓለን ከዓ 400 ዓመት 500 ዓመት ኣብ ታሹ ዝነበረ ጉዳይ يعني
بقولتي زنبرة يعني بتاعي سلزخنا يعني أبدي أبسمين لكن طبعا أبتي بوتات زي نبرة بهايمانو ديو بإمنة ديو بقلب يعني تطوز مبلي رخيبهم يعني السيوخ أنتي أبنت يعني يعني محبر أندنت وكلتات قال خمس زخالة ولا ون خزالو أون أي خال المبري خيلهم يعني خلتي بوتات قدام كايلي أنا أبتي مفتان بدنكاليا بجيبوتني فتاني اللي بيسمي مفتاني هايل سلاسة أبزي إذن من مزاني زارو زلهم عليك يعني إذا هذا تاريخ زارو زلهم ولا هم زارو زلهم تاريخني نتاريخ كان قصاق الزخيل راحته يزارو زلهم عليك يعني سلذي دحري زي دنكاليا دحري طليان موسون كاني يعني ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝተወልደሉን ዝሓቆኸሉን ኮይኑ ንክጉብዝ ድማ ህፃዓታት ናይ ዝገበሩ ኣቦታት ናይ ዳንካላ ከም በዓል ነፍሲሄር ዑመር ኣርቴ እሲ ኣይግርምን እዩ ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ናይ ምስ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ጎንፂ ረክብን ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ተኣሽዊት በበይኑ ስለ ዝኾነ لعنتهم بجمريا مسمر كوينهم ني هجراون إيرترا استخلاقلو كوينهم يعني حجي بقى حصروا انتهي ليه لو مشيت بقى سمع كله سيم يعني زي حودنا عبد القادر سيم يعني ودي ناي بحكي ود يعني خبيب على زم أبوثاتي زور سي كوينهم ترى قريب لومي يعني على سنة يوم يذكرك يعني نتهم شوية كان حلف قريبنا لنا غاسم يعني متماني يصح علنا مالتي يعني مالتي إريترا هجراونة إريترا سي بسلام يزندو هم على عبد القادر لومي نالبات ودودي هوني غيري ويكا يعني شيء يسوي يأخذ اليوم كلهم يعني زيادهم كم زعينة أقوم كم خلوهم زي إريترا يعني أبدحن بوتا أبدتاهم بوتا الله إلي زأمن أما شفاف كبلا حسب كنت أيو بقى زي ناي منشمو ناي دنكايا قداي بقى سيم انتهى يبلو مصراويان سيم حدا مثالي لهم يعني مصراويان ترى هم عرب يعني غير ما يحجزني وكلهم اليوم ولا بصيان ترى يوم يوم واي هلتين يعني اقروا ابي وعي ما ابي ابزحل ما يزلني ابي وحوز نسب بيني ويقولوا يعني خوبوا هم زبل مسلال لهم زغاني ኤርትራውያን ሲ ኩልሃና እዞም ንኤርትራ ኣቑሚና ዘለና ዕኑድን ናይ ኤርትራ ኮይና ዘለና ኩላና እጋርና ኣብ ሓዊ እዩ ዘሎ ግን ከዓ እግሪ ናይ ደንካልያ ኣብ ዝገደደ ወይ ከዓ ዝበርትዐ ሓዊ እያ ዘላ ስለዚ ሰው ስለ ዝኾነ ሓደ በጋ ከምቲ ሳላሕ ዝበሎ ሲ نعاتاتهم ماخل ناي أبتي ماخل ناي تقاوموا ويكا دلاي فتحينا إرتراويان نخخونو قبرو زلهم نساتهم حرقوت كوتيلهم بعلاتهم فتشون كروهونا ذي كونس تنقالوت كيدنا إن حق إذنا خنوم صومي ذلنا بعد عبد القادر أبتي وشتي نايتي ماخل ناي تقاوموا ذي كلو لوهم زبيدين خميز بندرو صلاح حوي صلاح يعني بهمي زوز يعني لا كلها تاشمية كلها توصينا ونكون غيرنا كلها توصينا يعني من البات منهم يعني زي سلا زين الزارب سلا زين خون زين مبرب أزمة يعني صاحو نسي خبتي بوتاتات زنبرون زي ده أقول لهم لما أقول له يلون كم دنكل يوم كويلهم زلوا ولا يكوري لكم تحاتيتكم لي أبغى أمز في الله ودايك في الله خناتات يبلوا مين يخبلكم يعني كلنا قومينا لنا يعني كلنا يعني في لنا زي سرعتي ابي تاشي زلسي ابي داي بحقي قدم زخونه ابي اصناتي يبلو هذا خبزم حواتنا اصناتي زبل بني تفصاي تخلي اصناتي يسوع كل جزء اذا اصناتي سرعتي زي زغده فلا ነገር يبلون ግን ካሴ حجبا زم دنكر زبل زلوسي وي سوليداريتي وي تفلطوا لكم تسعبوا لكم سباب تيبوتاناسي زيرو خو يسب تساينوسي كاب سق بحر زمصني كابي غبوتات
ራስ ዳሻን ዶ ዋላ ናይ ጎጃም ዝመፀን ክመናጠለሉ ዲኹም ትፅበዩ ዘለኹም ወላ ምን ተሓተቱ ንሲ እሱ ሕቶኦም እሲ ጌጋ ኮይኑ ኣይረኣየንን ኣነ ክብል ደልየ ኣይስንክ እንተዘይ ዘባሪቀዮ ብሓፈሹ እዚታት ኢለ ነይረ ያኒ እንትጎደለኒ እንተለኻ ኣብዚ ኣሎ ያኒ ኩሉ ግዜ ገለ ዘየምልጦ ሰብ ግርማይ ክምላእ ኣለይ ወይ ክዕርየለይ لا يقدفك ثانك يو فيري ماتش ودي له أنا قدمي دكتور عبد القادر موجود؟ ما قاعد أشوفه. دكتور موجود يا موجود. أوكي موجود موجود. تزارب بابا تقاوقو غير كاغر ما يتفلت عندها. لو عندك تعليق يا دكتور يا استاذ جرمان خليه يعلق على المداخلات. اوكي دكتور انا الحقيقه ممكن اعطوني فرصه يا جماعه انا راح نعطيك هي برضو انا طبعا الجماعه هذيل شويه عملوا لي شو اسمه فانا قبل ما اتعب مداخلتي حاقولها او مع عندي معلومات عن دنكالي حاقول شويه. اولا مظالم دنكاليا العادلة بين مساومة الأطماع الخارجية ليس هي جديدة، هي يعني نقول يعني قديمة قدم القضية الإريترية أو قدم احتلال إريتريا من قبل إثيوبيا. خلونا نبدأ من هذا. ولكن جميع هذه المحاولات مع القوة الخارجية اصطدمت بحقيقة بواقع وطني إريتري لأبناء المنطقة. هذا لا أقولها أنه أنا سمعتها سرد في كتاب أو سمعتها من ناس يتكلمون، بل إنما عشتها بكل جوارحي. إذا كان لدي شيء عملته في فترة نضالي في إريتريا هو يمكن قليل إذا كان يرقى إلى تسميته إلى نضال هو في دنكاليا، فبالتالي أعرف كل شاردة وواردة، وأعرف كل منطقة وكل جو وكل شجرة يعيش فيها العفري الراعي والذي كنت أتقاسم معه أحيانا يعني حفنة من لبن الغنم في أثناء تحركي في أوساطهم، وأحيانا يعني نفترش الأرض ونلتحف السماء ونحكي. فهذه القديمة الجديدة إيه هي إذا كانت تقول؟ نبدأ من عهد هيلة سلاسي. الثورة الإريترية كانت، فهيلة سلاسي كان أطماعه وانقداده لهذه المنطقة وفصلها عن بقية إريتريا كان رفع شعار عباي دنكاليا أي دنكاليا الكبرى، ولكن قبل أن ترى النور اصطدمت. وأيضا ليس هي وما يريده هي ليس هي دنكاليا الكبرى، بل إنما الوصول إلى هذه المنطقة وإخضاعها لسلطته، حتى إذا كان تعذر إنه يعني المناطق الأخرى ممكن أن لا يتمكن عليها. ولكن إنسان هذه المنطقة مع بعده من مراكز الثورة الإريترية مع كل المظالم اللي موجودة. أنا لا في حد هنا لا يمكن أحد أن يتصور لما نقول مظالم إيه هي، إنه إذا لم توجد في منطقة من المستعمار المتعاقب أي خدمات لإنسان هذه المنطقة، هل يوجد ظلم أكبر من هذا الظلم؟ دنكاليا تقريبا أبدأها من يعني لو اعتبرنا انه من خليج إرافة لآخر يعني حدود مع دنكاليا، سواء كان على ضفاف البحر او على شواطئ
البحر أو في البراري مع جيبوتي. لا توجد فيها عيادة واحدة إلى لفترة جيبوتي. إلى جيبوتي أقصد. لا توجد فيها عيادة واحدة، لا توجد فيها مدرسة واحدة. إن وجدت يمكن مدرسة كانت في بدة وفي طيعو وبعد ذلك عسل. لا توجد مدرسة في بر عسولة، لا توجد مدرسة في بيلول، لا توجد مدرسة في أبيني، لا توجد في كل عيادة، لا توجد طرق، لا توجد. فمع كل هذه الحرمان كان متمسك الإنسان العفري بإريتريا. فبالتالي أفشل عباي دنكاليا أو دنكاليا الكبرى لم يرى النور. بعد ذلك أتى الدرك أو نظام منغستو هايلا ماريا، فعمل كل شيء عندما رأى، فبالتالي رفع شعار وحدة العفر في مناطق كانوا يتحركوا فيها بعد الكوادر اللي كان يحركهم. في مناطق كانوا يتحركوا لم يكسبوا راعي غنم واحد. كيف تقول هذا الكلام إذا كان تقول نحن وجودنا في دنكاليا كان من الناحية العسكرية كان غير طبيعي، طيعوا ورانا ونحن في بيلول. المناطق اللي موجودة ما بين طيعو لغاية بيلول وإلى إلى مداخل عسب يعني منطقة شاسعة هي. هذه المنطقة كانوا يحرسوها أناس هذه المنطقة من هذه العناصر، وكانوا يزودوا الجبهة في ذلك الوقت بالمعلومات إنه فلان أتى وتكلم كذا وعمل كذا. هذه قل ما نجدها في المناطق الثانية. إذن هذه برضو مع كل العمل اللي قام به الدربي، مع كل الامتيازات اللي أعطاها، بحركة من آباء عبد القادر ممكن أن أسمي منهم، يمكن يعني أمثال علي قافو كانوا بيتحركوا في المنطقة، فلو زار منطقة وزاروا هم منطقة بعده أو قبله لم يجندوا شخص واحد. إذن اليوم أيضا أجى الأطماع والمساومة الجديدة والمتجددة أجت عن طريق علاقات تاريخية وقانونية ما بين عفر جيبوتي، عفر البحر الأحمر، فبهذه الطريقة أيضا أتت هذه المسألة، ولكن من قبل حزب الازدهار. ولكن أنا أرى إذا كان شباب يعني الكثرة ذاته ما فيها شو اسمه، إذا كان في شباب أمثال الدكتور عبد القادر، أعتقد أيضا هذا المشروع ولو أنه هو مشروع أتى بعدما أنه دق الأمرين الإنسان دنكاليا من في ظل إريتريا المستقلة. على الأقل في الوقت المشروعين هذيك إريتريا ما كانت مستقلة، فبالتالي اللوم أو التظلم من خلال من مسألة داخلية قد لا يكون موجود، لكن النهاردة هذه ما يجعلها صعبة، وبالتالي يتطلب مننا ومنكم جهد كبير. ولكن بالتأكيد، وأنا أقولها وأنا متيقن بالتأكيد، هذا المشروع سوف لا يرى النور ما دام الإنسان العفري موجود في أرضه وموجود يعني بين الصحاري والفيافي التي كان يعيش فيها. سوف لا يرى النور هذا المشروع. أنا بالنسبة لي يعني يعني لي اليقين إنه
المشاريع الانقسامية والانشقاقية هذه صحيح اليوم يعني وضعها مختلف، حتى هي أطماع هذه القوى الإقليمية الوقحة التي دخلت والتي ذكرت تماما تحاول أن تلعب دور أكبر من دورها، وباعتبارها هي يعني أيضا لها شكل ولها إمكانيات كبيرة. قد تفتكر أن هي حتنجح في هذه المشروع، ولكن طالما وجدت أنه أناس حادبين على مصلحة وطنهم وشعبهم مثل أمثال الدكتور، أعتقد إريتريا ودنكاليا وجميع المناطق الإريترية بألف خير وشكرا. دلوقتي تفضل حسين. اوكي، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا، تفضل. انا عندي مداخلة بس صغيرة في نفس الإطار. الآن الأخ جرماي كان يقول يتكلم حولها. أولا أريد أن أشير إلى موضوع مهم، هو ترك أبناء دنكاليا مثلا، الوطنيين من أبناء دنكاليا لمواجهة مصيرهم لوحدهم. هذا مش خيار، ليس خيار استراتيجي. يجب الاصطفاف وراء أبناء دنكاليا الوطنيين الذين ما زالوا محافظين على أنه أبناء دنكاليا تظل إريتريا. لأنه التحديات اليوم أن نحن الآن لا نواجه يعني أفراد، لا نواجه تنظيمات معينة، نحن نواجه مخططات إقليمية ودولية. بناء عليه يعني الصمت و يعني بقية المكونات الإريترية أن تتعامل بمعزل يعني عن قضية أبناء دنكاليا وعفر إريتريا، هذا ليس خيار. يجب تحديد المواقف، كذلك يجب أن اتخاذ قرارات مصيرية، لأنه الآن التنظيم الذي أقام المؤتمر، هذا المؤتمر الوهمي، مؤتمر الحقيبة الإماراتية في سمرة، هو تنظيم منضم إلى المجلس الوطني الإريتري كمظلة جامعة للتنظيمات الإريترية. بناء عليه يعني تنظيم مثل هذه التنظيمات أولا ليس له شرعية التمثيل، لأنه أغلب العضويات انفضت عنه، وتقوم برعاية مشاريع تقسيمية، مشاريع تفتيتية، مشاريع يعني تهدد السيادة الإريترية بغض النظر عن الأمور الأخرى. يجب التعامل معها بصرامة. المجاملة والتودد وهذه الأمور يجب أن يكون لها حد. يجب اتخاذ قرارات مصيرية أو للدفاع عن السيادة الإريترية والأراضي الإريترية. هذه ناحية. ومن الناحية الأخرى الأخ عبد القادر ونحن وكثير من الشرفاء الإريتريين الذين ساهموا في النضال الإريتري من الفترة من البداية، منذ البداية. نحن عندنا شهداء، عندنا مقاومين، يعني ليست هناك أسرة إلا بعض الأسر التي كانت منضوية تحت بند الأندنت. جميع الأسر، أسرة الأخ عبد القادر، أسرتنا وأسرة الأسر الكثيرة، ليس هناك أسرة لم يكن لها فقيد في ظل الثورة الإريترية. والذاكرة الجمعية لأبناء دنكاليا تحتفظ بكل البشائع التي مارسها الدرق في حملته في أثناء النجم الأحمر. وأنا كنت طفلا، أنا شاهدت الكثير من الجنائز الذين قتلوهم من أبناء من أعمامنا، من أخواننا، وجاءوا بجنائزهم في الشوارع حتى يتفرج عليها الأهالي ويمنع عليهم البكاء والعويل، حتى لا تستطيع أن تعزي، تعمل يعني تعزية أو مكان للتعزية لفقيدك، ممنوع كان. تم تهجير
أبناء دنكاليا، من برعسولي، من عدي، من تيعو، من مناطق كثيرة. وكل هذه الممارسات مارسها علينا الإثيوبيين. اليوم هذه الذاكرة الجمعية للأكثرية من أبناء دنكاليا تحتفظ بهذه الذاكرة الجمعية. نحن آباءنا حدثونا عن أشخاص يعني لا تجمعهم بدنكاليا إلا أنهم إريتريين، ماتوا معهم في خنادق موحدة، يعني كانوا يواجهون العدو الإثيوبي. تم قبرهم في جزر موجودة في عرض البحر الأحمر. بناء عليه ترك أبناء دنكاليا مواجهة هذه المخطط لوحدهم، هذا خطأ تاريخي تقترفوه أبناء إريتريا أنتم. وأنا هنا أوجه لكم يعني معناه نصيحة من جهة، ومن جهة توجيه. يجب مساندة الخط الوطني لأبناء دنكاليا، لأنه أبناء دنكاليا موجودين في الأطراف، نحن موجودين في الطرف الأخير في جنوب إريتريا، ونواجه مخططات خطيرة لعزل دنكاليا عن إريتريا. بناء عليه الموقف المشرف لكم هو الوقوف وراء أبناء دنكاليا ومواجهة هذا المخطط معنا، وإلا سنخسر المواجهة، لأننا نواجه مخططات إقليمية ودولية لعزل أبناء دنكاليا ودنكاليا عن إريتريا الموحدة. وشكرا لكم. اوكي. ناي حسين توساخي كم أوين كبيد محسنتان ساوعيتني نيرو زي أبدنكل زقاتن دلو كونتات نتوم هجراويان دك دنكل زقدف قداي وين بينهم زقدف قداي كم زي كونه كله كفلتو يقبع لومي اتين قطمو زلنا وديت وين قطمو زلنا سلائي قليل سلائي ايكونن سلزي بعقمنا راح زقتا كم زي كونه ناي كله عقمن ناي كله تاريخاوي قديون كتصاوت زلو اي سلزي قلل حيلتات ايكونن قداماي اتلومي أكل ناي استخايدو غوباء كوينو زلو أبال ناي بوليتيكاوي حالتات إرترا ونسلو زقونة تقدايو كمي مخانو كفلت على سخيلتا نقرات أبون كله بزي جلوس بدحان يلكاون كحلف زلو نقر كخون يبلون. نحنا أنا يكون ويون دكتور بزحات كاب سدرا بيتنا أب كالسيس بإرترا زسوأنا إنا إنا حبار تذكرونا وين كله تي بسألائي أبلع لنا زوردة مجزات أبلع لنا زوردة قفعن سنكلنا الموتن السوء إنا حبار تاريخنا إنا حبار تذكرونا أبوتاتنا أبمينا تقتلهم نخن بخيلهم وين زي فقدلنا وان زرئنان زي سمعنان إنا سلازي زي تناي حبار زلونا تذكروا انت اتي لومي زوغان فنا زلون دنكل من السالم دنكل كابتي أكالا زخوني إرترا نفلاين زكايت زلوغن ندك دنكل بينهم مقدافهم تاريخاوي قبل ايو بتاريخ وين كحتتنا سلازي كبري زلو مرقص كنوسدن مس كلهم اتهم هاجراوي التمامتان هاجراوي مدبن هاجراوي مرقصن اب قداي هاجروم زلون دكدنكل نزياتهم مسؤوم كان كام كلاسن نتقالسي مسؤوم كان قدميت مدفعون جزيه كي وسدنا زي تاريخاوي حلافنت زي كنسكن بزا اقاطعم زي خصو يفدو. اوكي من دستاب قويتون هاي تحت قرماي نايمن بوليتيكا عبالات يوم تزاري بشاني نسايو اكتيفيست نو زوم هجي اب አዲስ አበባ ተአኪቦም ዘለው ሲያብዚ ናይ ሓይልታት ናይ ኤርትራሲ ኣለው እዮም ናይ መን እዮም
من يوم ውድብ ዓፈር ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝኾነ ዓይነት ውድባት ኣላያንስ ዘለዎም እንዲኦም ዋላ በይኖም ኣለዎም دحن ولا من قستعب تاش مستعب بلا خون ديا مساحات يكون قيح بحر نحن لسنا أعضاء في تنظيم البحر الأحمر جرماي لا هو ما قاعد يسأل تنظيم البحر الأحمر من هو قاعد يقول هل هو يعني اوكي لا معلش ممكن أبالها قراو بايتو ينيرو أبالها قراو بايتو ناي أوازا اوكي دحان قبل تعشمون دابر هو تخدو ستاي اوكي قويتهم انا حصر درجاته وساخفت نسخات بالكايا زلاتني الساخا دنكل كساب حجي ኤርትራ ወይ ኣካል ናይ ኤርትራ ዘላ ተቓለስቲ ሃገራውያን ደንከላውያን ስለ ዘለዋ እቲ ካሊእ ኤርትራዊ ተኸላኺሉ ወይ እውን ተዋጊኡ ስለ ምስ ኤርትራ ኮፍ ዘበል ኣይኮነን ስለዚ ከም በዓል ዓብደልጋድር ዝኣመሰሉ ናሽናሊስት throughout Eritrean life stood with the unity of Eritrea. That's why Dankalia is part of Eritrea at the moment. زي حنتي كالايتي زي كلهم تفلطوا نغري جن نشتو وي وحدات مسلم كحتون كلو كابت جزيف وي حيال سلز فورهيم كل ساعة نرسعو جن تجزيف كامعاتي خفره فره هاي حسكا خفرهن كلها أتريلو يحزكا حجتهم وين أشتو وي وحدات وي وين بزتفعل علي مغنياتات زفره كي عمسو أوشت حدا هاجر أنت وي حوي علي زبلا زنبريا انت قبرناينا كابزخون يكون مسعوتنا يسأل أي خاند حنون نخلكم الزعم السلا أكلنا إيرترا تبل كم زلهم إذا قربوا حوي عبد القادر confidence يبوي نتي وي حيال دو وي عماس دو وي بزح دو زبهل أصبيقو نخك قرارب confidence يبوي وتانكي ودي اللخو thank you اوكي انا ما حاتكلم كثير بس حاضيف بعض الاضافات. دنكاليا هي كانت وهي جزء من اريتريا بوجود ابناء دنكاليا الوطنيين المناضلين، وانا هنا اشيد بالاخوه امثال الدكتور عبد القادر. ايضا كل من يطلب بحقوقه هو يعني خوفا من ان يظلم من الكبير او خوفا من الكبير، ولكن للمفارقه انه الكبير هو جبان، فبالتالي ينكل بالصغير الذي يطالب بحقوقه. وفي الختام ممكن اقول انه يعني وجود امثال مناضلين وطنيين مثلكم وطرحهم هذا الطرح الوطني المسؤول هو ايضا محفز للاخرين الذين يتطلعون للعمل من اجل اي جزء من اجزاء وطنهم. اوكي ثانك يو منقستار. اوكي انا اللي قرماي سلامكم اقول لكم بحابره يقندلنا دكتور عبد القادر عدينكم نزي أقدس زخون مجلسي كهبنا مقباركم كأن مجموعة الحوار دكتور عبد القادر كآبة زقربو صفوف نصور رئيتو أزي كبز ولا مسجاني كأقربو له فتو بزعبات بوتان بزعبات قلسي إرتران أخل أفلطون
ተረድኦም ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ከዓ ከምኡ ተረዲእንሎ ማለት እዩ ዓሰብን ምፅዋዕን ኩላህና ንፈልጠን ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ግዳም ወራሪ ክመፅእ ከሎ ብአን እዩ ዝመፅእ ብዝኾነ ይኹን ንግዲ ምስ ካልእ ዓለም ክኸይድ ከሎ ቀደም ማለት እዩ ብአን እዩ ዝወፅእን ዝኣቱን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለ ዝኾነ ንዓና ንኤርትራ ጥራይ ወይ ንኢትዮጵያ ጥራይ ወይ ንገለ ዝምልከት ዘይኮነ ዋላቶም ካልኦት ሃገራትን ካብና ርሕቕ ኢሎም ዘለው ሓያላት መንግስታትን ዝጥምትዎ ቦታ ምዃኑ ክንርስዖ ዘይብልና ጉዳይ ይበሃላ እየ ምዝ ተኣሳሲሩ እውን ናይ በዓል ዓማራት ምምፃእ ሕጂ ዓማራት ትገብሮ ዘላ ነዚ ቦታታት እዚ ንምቁፅፃር ኩላህና ንከታተሎ ዘለና ኢና ቀንዲ ዕላማ ናይ ዓማራት እንድሕር ሪኢኻ ኩሉ ቦታታት ነቶም ወደባት ምቁፅፃር እዩ ነይሩ ኣብ ዓደን ተኸድካ ከምኡ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ተበፂኻ ንዓሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ኩለን ኣብተን ንሳ ኣብ ጅቡቲ እንድሕር ከይድካ ነታ ወደብ ናይ ጅቡቲ እያ ክትወስድ ትደሊ ነይራ ንውሱን ግዜ እውን ክጥቀመሉ ኣፍቂዶምላ ግን ካብቲ ዝተፀበይዎ ንላዕሊ ክትሰርሕ ስለ ዝረኣይዋ ከዓ ኣግዲፎምዋ እታ ወደብ ኣብ ዋንነቶም እትዮምዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ደንካልያሲ ብሓፂሩ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ እቲ ደላይኡ ብዙሕ እዩ ደላይኡ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ቃልሲ ደቂ ዓፋር ጥራይ ኣይኮኑ ክቃለስዎ ዘለዎም ናይ ኩላህና ቃልሲ ምዃኑ ተረዲእና ሓቢርና እንቃለሰሉ ብኣፍልጦ እንቃለሰሉ ዓይነት ኩነታት ክንፈጥር እዩ ዝግባአና ባህላየ ማለት እዩ ኣነ መጀመርያ ካብ ድርስኩል ምስኣተኹ 75 እዩ 75 76 እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብታ ተምሃሮ ከለና ኢብራሂም ኢድሪስ ቱቲል ዝሃበና ኣስተምህሮ ነይራ ናይ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ዓባይ ደንካልያ ዓባይ ዓፋር ትብል ምንቅስቃስ ከም ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሽዑ ትሒዙ ሲ ኣሎይ ማለት እዩ ተቃልሲ ካብ ሽዑ ትሒዙ ይካየድ ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ነይሩ ጀሚሩ ማለት እዩ ንኩሉ እቲ ናይ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ዶ ናይ ኤርትራ ዶ ናይ ገለ ጌርካ ብኡቢልካ ነቲ ዓሰብን ባሕርን ንምቁፅፃር ዝዓለመ ናይ ሃይለ ስላሴ ምንቅስቃስ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ሰብራ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ደቂ ዓፋር ነፃነትን ልዑላውነትን ናይ ኤርትራ ዝኣምኑ ተቃሊሶም ኣፍሺሎምዎ ማለት እዩ መወዳእታ ነፃነት ናይ ኤርትራ ካምፂና ክንቲ ዕንተይ ኩሎም ዝጠቕስዎ ነበሩ ኣብ ነፃነት ናይ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዓፋር እዚ ዘይበሃል መስዋዕቲ ከፊሉ ማለት እዩ ካብ ኣርባዕታት ኣትሒዞም እቲ እስማዒል ዝበሎ በዓል ዑመር ኣክተ እውን ዘበርክትዎ ነበረ ግደ ንዝክር ኢና ማለት እዩ ንነፃነት ከዓ ልክ ኣብ ኩሉ ቦታታት ከይዶም ኣብ ዓፋር ድዩ ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ኤርትራ ከይዱ ዶም ደቂ ዓፋር ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ደቂ ደንካልያ ተቃሊሶም እዮም ብነፃነቶም ከዓ ይኣምኑ እዮም ብግብሪ ከዓ ተወፊዮም ዝኽፈል ከፊሎም ነፃነት ኤርትራ ኣብ ምርግጋፅ ልክዕ ከምቲ ካልእ ሕብረተሰብ እውን ግዲኦም ተፃዊቶም እዮም ማለት እዩ እቲ ፀገም ዝመፀ እቲ ድሕሪ ነፃነት ኣብ ርእሲኦም ዝተፈፀመ በቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምግላል እዩ ማለት እዩ ኣግሊልዎም ኣብታ ዝነብሩላ ክስታይ ከምዘይ ክነብሩላ ዘይኽእሉ ዓይነት ኩነታት ፈጢሩሎም ማለት እዩ እዚ ብዙሕ መረረ ብዙሕ ተቃውሞታት ኣላዓዒሉሎም ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እቲ ቃልሲ ከዓ ናታቶም ኣይኮነን ማለት እዩ ናታቶም ጥራይ ኣይኮነን ኩላህና ኢና ክንቃለሰሉ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ርእሲኦም ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ
ሓደ ሪኮግናይዝ ምግባር ይግባእ ካልኣይ ነቶም ካብ ኤርትራ ተሰዲዶም ኣብ የመን ዶ ኣብ ገለ ሕማቕ መነባብሮ ዝነብሩ ዘለዉ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ስደተኛታት ከዓ ነእውየሎምን ንተሓጋገዞምን እውን ከምኡ ክንገብር ኣለና መታ ነቲ ሃገራዊ መክሰባትና ንድሕሪት ከይምለስ ማለት እዩ ብሓንሳእ ተቃሊስና ብሓንሳእ ሃገር ነፃ ኣውፂእና ሕጂ ከዓ እንደገና ፋሕፋሕ ክንብል ኣይግባአናኒ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ድዩ ናይ ደንካልያ ናይ ገለ ብፖለቲካዊ ውድባት በዞም ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ዓፋር ጥራይ ዝውዳእ ኣይኮነን ማለት ናይ ኩላህና ሕቶ እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝበሃላ ክልተ ሃገራት ኣለዋ ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝስንዘር ብዙሕ ሓደገኛ ዝኾነ ርእቶታት ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ልደት ኣብ ዓሰብ ከነብዕሎ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ከኣትዩ ወዘተ ወዘተ ዝብል ዝተፈላለየ መግለፂታት ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ናይ ምብዳሕ ሓላፍነት ዘለና ከዓ ንሕና ኢና ማለት እዩ ኤርትራውያን እዩ ስለዚ ናብቶም ውድባት ናይ ዓፋር ከማን ክንገድፎ የብልናን እቲ ጉዳይ ንዓና እውን ስለ ዝምልከተና ምስኣቶም ሓቢርና ምስቶም ናይ ኤርትራውያን ውድባት ናይ ደንካልያ ማለት እዩ ሓቢርና ንሰርሓሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ እውን ፅቡቅ ኣቕሪብዎ እዩ ንሱ ሃገራውያን እዮም ምስተን ሃገራውያን ውድባት ኣቃሊሶም እዮም ኣብ መወዳእታ ከዓ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ንሕና ንነብስና ከነመሓድር እንተደኣ ክኢልና ካብ ንሕና እቲ ናይ ኤርትራውነትና ክስታያት ኣይንክሕዶን ኢና እዮም ዝብሉ ሃገራውያን እዮም ልክ ኣብቲ ዶክተር ዓብደልቃድር ዝበሎ ንኤርትራ ኣይክሕዱን እዮም ማለት እዩ ግን ነብስና ከነመሓድር ኣይከኣልናን እቲ ባሕርና ክንጥቀም ኣይከኣልናን ገፊፍና ነጊድና ገለ ንነብረሉ ነበርና ኩነታት ሕጂ ክንረኽቦ ንኽእል የለና ዝብል መረረ ኣለዎም ማለት እዩ ብካልእ ሸነኽ ከዓ ወተሃደር ስለ ዘለዎም ሰራዊት ስለ ዘለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ተዓቂቦም ስለ ዝነብሩ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝተጠቕሰ ተፅዕኖታት ኣለዎም ከዓ ብርእሲኦም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እዮም ዝርከቡ ዘለዉ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ነይሮም ውድብ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካብኡ ምስ ተፈልዩ ከዓ ምሳና ምስ ኢፒዲፒ ምስ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ኮይኖም ከዓ ፅላል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝብል ፅላል ፈፂሞም ፈሪሞም ኣለዉ ማለት እዩ ከምቲ ቀዲመ እውን ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ እየ ነይረ መግለፂ ብሓባር ዘውፃናዮ ንሳቶም ብነፃነት ናይ ኤርትራ ከምዝኣምኑ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተን 4 ነጥብታት ብሓባር ኩሉ ክሰርሓለን ንኽእል ኢልና ንዛረበለን ኣብኡ ዝተመርኮሰ ሓባራዊ ኣዋጅ እውን ኣውፂና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንዕኦም ከነርሕቆም ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ነቕርቦም ከመይ ጌርና ካብቲ እቲ ናይ ኣብይ ስርዓት መሳርሒ ገይሩ ከምዘይጥቀመሎም ንምግባር ኣርሒቕካ ዘይኮነስ ብነዊሕ ኣጠማምታ ኣቕሪብካ ምስኣቶም ቀሪብካን ተረዳዲእካን ክትሰርሕ ምፍታን እዩ ማለት እዩ ምስ ከም በዓል ዓብደልቃድር ዝኣመሰሉ ከዓ ኮንካ ከዓ ነቲ ኣብ ግዳም ድዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ዓፋር ወይ ህዝቢ ደንካልያ ምርኻብ ተራኺብካ ነቲ ዝተቃለሰሉ ዕላማታት ኣብ መፈፀምቱ ንክብፅሕ ምስ ካልኦት ሓቢሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ኣብታ ነፃነት ናይ ኤርትራ ትብል ኣሚኑ ክቅፅል ቃልስታቱ ናይ ምግባር ሓላፍነት ናይ ኩላህና እዩ ማለት እዩ ነቶም ደቂ ዓፋር ጥራይ እውን ዝግደፍ ኣይኮነን ኣብኡ ተጋደልና ኣለና ምስኦም ኣፍልጦ ዝምድና ዝፈጠርና ኣለና እዚ ዝምድናታት እዚ ሕጂ እውን ክቅፅልን ክሰርሕን ኣለዎ ባህላየ እቲ ሕቶ ቀሊል ኣይኮነን
استحلال خيو حجون إسرائيل مسألة بسومالي لاند بسومالي لاند زمسقت له مخنيات كأردي مالك بحاده أنصار يمن أنصارتم حوتيني بخالي شنخ كامس بعد أبي وين كاخا نزقيح بحري كاب إيدنا يتن هاجرات عرب نمنزع مالك ويا مكفف على الفقير كابو ناتاتهم ترى أبتقيح بحري كم زعبي نمقباريهم سلازي تي أبقد ميانا زلو صقم أزيو كبيد عبي مخانو تجنزيبنا نحناون بزلع عليه حلافنت بزلع عليه تردقو نتهز بخعه ناطرا نفنا أبكندنا وبتاعتنا زي كونس هزبنا تطاراني شو تطوزو للخناتات نمفتار كنصير علينا كيدنا خاطي قدامي نتد إرترا زلو سرعتنا زغل صقما زفت زلو خنرقس مقع دحريو خا نتهز بإرترا طرنيفكا نتقودي لو زلو مسلاتن كبرن مملاس كدلي زخا بزح قالسي حتى الناي قليل يكوننا قدمنا زلو قداي نمبالي يغني اللي يودي له يغني لنا دكتور عبد القادر قد كم زحيس كاد لها نحن هنا بقدنا لنا ثانك يو. اوكي اولا حي الدكتور عبد القادر وكما حي مجموعه حوار لوعي مشترك لاستضافتهم للدكتور عبد القادر، وهو شخص له درايه واسعه بالمنطقه. كما نعلم انه مجمل ما ياتي من يعني كما نعلم كل المحتلين لإريتريا طبعا أتوا من خلال عسب ومسوع باعتبارهم هذه المواقع هي منافذ بحرية، فبالتالي هذا يجعلها مجال أطماع لقوة بعيدة وقريبة أيضا اليوم. واليوم أيضا نواجه نفس المشاكل، وعلينا يجب أن يكون نضالنا من أجل هذه البقعة من أرضنا. كان في عهد الإمبراطور هيلي سلاسي شعار الهيمنة كان دنكاليا الكبرى، ولكن اصطدم بواقع نضالات الشعب الإريتري وأبناء المنطقة، وتم إفشاله وتحقيق الاستقلال بفضل تضحيات أبناء الوطن، منهم العفر أيضا الذين سقطوا ليس في دنكاليا فقط بل في كل بقع من بقاع إريتريا. ولكن مع مجيء النظام المستبد في فترة بعهد الاستقلال تم تهميشهم، وأيضا عانوا الأمرين من هذه النظام. أن يتخلصوا من هذه المشاكل وأن ترد لهم المظالم هي مسؤولية الكل الإريتريين في المقاومة. أيضا يجب أن لا تترك مقاومتهم لوضعهم أو يعني يجب أن لا تتركهم في سبيل حالهم أن يقاوموا لوحدهم، بل إنما المقاومة يجب أن تكون إلى جانبهم كل الإريتريون. أيضا لا نتركهم أن يقاوموا ادعاءات إثيوبيا أيضا الذي هو ليس أمر يترك لهم، لأن إثيوبيا كل ما تريده هو ليس شيء بل إنما المنطقة وجزء من أراضي سيادية إريتريا، فبالتالي هذه يجعلنا أن نكون معهم. وطرح أبناء المنطقة لمطالب هو شرعي، يعني مع الاحتفاظ بإريتريتهم ومع القيام بالدفاع عن سيادة أرضهم ووحدة وطنهم.
فهذه يعني نحن يجب كلنا أن نقف رجل واحد يعني معهم. عفر البحر الأحمر، يعني تنظيم عفر البحر الأحمر كانوا في المجلس الوطني، وأيضا اليوم هم عضو في القوى السياسية الأريتريا. هم يؤمنون بسيادة إريتريا. وأيضا الأربعة النقاط التي طرحناها لتأسيس هذه القوة السياسية الأريترية، منها إزالة النظام، سيادة وحدة أراضي إريتريا، أيضا الحفاظ على الإيمان بنضالات الشعب الإريتري ومداقنة الصراعات، إزالة النظام ذكرتها، وأيضا أيضا الدفاع عن حقوق الإنسانية، حقوق الإنسان للشعب الإريتري. قد أكون ذكرتها يمكن كلها. فعلينا احتدام مثل هذه القوى وعدم تركهم للمشاريع الغير وطنية. فكل من يريد العدو أو من له أطماع في أراضي إريتريا كسب قوة إريترية، علينا أن ننتزع هذه القوة من هذه القوة التي تدمر كل الشر على الإريتريين والتي تطمع في أرضهم وسيادتهم. أيضا اليوم يعني إسرائيل موجودة في المنطقة، في أرض الصومال بعد اعترافها. هذا الاعتراف طبعا يعني لم يكن لسبب إلا ممكن تشخيصه، يعني ممكن أن نلخصه في سببين. السبب الواحد هو ممكن الانقضاض من تلك المنطقة بعد يعني على الحوثيين في اليمن، وجمع معلومات استخباراتية حول تحركاتهم. والشيء الآخر هو أن يكون لهم نفوذ في جنوب البحر الأحمر، فبالتالي السيطرة على مداخل البحر الأحمر بالتعاون مع إثيوبيا. ففي كل هذه المخططات هي مخططات كبيرة، فبالتالي يجعلنا أن نكون واعين لهذه المخططات، وأن نقف مع أبناء العفر الذي يقفون في مواجهة هذه المخططات الهدامة. في النهاية الهدف هو إزالة النظام وإعادة المظالم للشعب الإريتري. وأيضا طبعا الواحد هو فخور أنه بوجود من أمثال هذه المواقف الوطنية والعمل معها بكل ما لدينا من قوة. بهذا طبعا نكون أتينا إلى ختام هذه الأمسية. بالحقيقة هي كانت، بس أنا أعمل شنو دلوقتي مع عندي شوية تعقيب بس لو سمحت. أوكي تفضلي. صوت نسائي وكمان يعني عزيزة علينا. مساء الخير. أهلا. أولا يعني كل التحية لكم، والتحية الخاصة للدكتور عبد القادر وعبره، يعني كل تحية محبة وتقدير وتجلى لأهلنا هناك في دنكاليا على صمودهم يعني. وأشكر أيضا على الورقة، وصراحة تمثلنا. أنا قريتها يعني قراية واحدة، لكن حسيت إنه ورقة ممتازة. صحيح اليوم نناقش مسألة دنكاليا مش لأنها هي منفصلة عن أريتريا أو منفصلة في معاناتها عن باقي مكونات الشعب الأريتري، ولكن لخصوصيتها يعني جغرافيا وقربها لمنطقة الصراع بشكل مباشر يعني. وبالتالي يعني نحن يمكن المناقشة بشكل مميز أو مختص بدنكاليا نتيجة لهذا الوضع الخاص لدنكاليا.
لكن يعني أنا يعني اللي كنت عايزة أوضحها من يوم الاستغلال يعني شعبنا الأريتري لم يرتاح. لماذا لم يرتاح؟ ماذا فعل مثلا؟ هل هو عشان حارب أثيوبيا وقال هذه أرضي وحرر أريتريا؟ يبدو غير هذا العامل ما في اللي قاعد يدفع الثمن هذه المواقف ونزالاته. فاللي عايزة أقوله يعني حتى النظام اللي نقول المفروض يكون نظام وطني هو يعني نفس الأساليب ونفس الأدوات، القمع والقتل والتهجير من غير أي بقساوة شديدة، يعني معناتها نفس السلطة الأثيوبية القاشمة مستمرة في إريتريا، يعني متسلطة. يعني أنا يعني لا أرى إنه ده وده يختلف عن بعض، أنا بشوف المسألة هي واحدة متصلة. يعني إذا نحن بهذا الشكل ما رأينا بوضوح حتى في مواقفنا حنكون دائما ضلالين، ودائما مرات زي ما يقولوا نضبط ومرات نخطئ يعني. فأعتقد نحن قاعدين مكوناتنا تدفع لغاية اليوم. يعني القتل ليس في دنكاليا فقط، التشريد ليس في دنكاليا فقط. دنكاليا يعني على الأقل يعني في وضوح في هذه الجرائم، في شواهد. فبالتالي أنا برى إنه السلطة اللي تمارس هذا القمع هي جزء من أثيوبيا بكل وبالمختصر، يعني عشان نشوف بشكل صحيح. يعني لا عايزين نظارات، ما عايزين لف ودوران، ما عايزين تحليلات، المسألة واضحة. يعني معلش لو في شعبنا الليلة مرتاح وفي بعض الأماكن في مشكلة وكده معلش، لكن من الاستغلال وهذه السلطة متسلطة على هذا الشعب لأنه قاوم أثيوبيا وطلعها من أرضه. يعني فأعتقد يعني نحن القضايا أمامنا واضحة وعلينا بالنضال. نحن الأخوة الدناقلة ما قاعدين نناقش وطنيتهم، ما احنا عارفين ده مكون من مكونات أريتريا، وكانوا في الحرب ولا زالوا عايشين فيه لأن نتيجة مواقف هذه أو هذا الشعب بمكوناته. حبيت بس أوضح هذه النقطة وأن نرى الأمور بهذا الوضوح، يعني غير كده ما في أي حاجة تانية. يعني فعلينا بقتال هذه العصابة التي تمثل لب الأدوات والتسلط الأثيوبي على أريتريا. شكرا. اوكي. اولا احيي الغرفه كما احيي الدكتور، وعبره ايضا احيي شعبنا في دنكاليا. طبعا اليوم نحن نتحدث عن دنكاليا ليس لانها يعني جزء مفصول او من ارضنا او ትግርኛ ዲን ተላክቢከኩ ብመጀመርታ ምስጋናይ ንኩሎም ከምኡ እውን ዶክተር ዓብድልቃድር ብኡ ኣቢለ ድማ ንኩሎም ህዝብና ኣብ ደንከል ዘለው ብዛዕባ ጉዳይ ደንከል ንዛረበሉ ዘለና ፍሉይ ካብቲ ካልእ እውን ዝተፈልየ ኮይኑ ዘይኮነ ኣብ ዝተሓዋሳዊ ቦታን ኣብ ርሑቕ ቦታን ስለ ዝኾነ ኣቀማምጡ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን እውን እቲ ኣብኡ ዝተረኽበ ፀገማት ኣብቲ ካልእ ኩሉ ብተሸፊኑ ወይ እውን ዝርእዮ ሲኢኑ ወይ ዘቃልዖ ሲኢኑ ክኸይድ እንከሎ ኣብኡ ግን ብዝግባእ ይቃላዕን ይርአን ብምህላው እዩ። እቲ ሎሚ እዚ ፀገም እዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ሓደ ገባቲ ስርዓት ኣብ ሃገርና ድሕሪ ናፅነት ምምፅኡ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ነቲ ምእንቲ ናፅነት ዝተቃለሰ ኣካላት ናይ ህዝብና ኣብ ልዕሊኡ ዘውርዶ ዘሎ ኣደራዕ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘሎ ሓደ እዩ ክበሃል ይከኣል። ስለዚ እቲ ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ደንካልያ ይኹን ኣብ ካልእ ኩላህና ብሓቂ ጠሚትና ብኩሉ ሸነኻቱ ርኢና እቲ ዝግብኦ መልክዑን መግለፂኡን ብኡ ገሊፅና እውን ቃልስታትና ኣወሃሂድና ካብ እንገዳዓና ምእላይ ነዚ ኣብ ልዕልና ተፃዒኑ ዘሎ ገባቲ
ፀረ ህዝቢ ኤርትራን ዝኾነ ሓይሊ ብምልጋስ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኩሉ ኣተኩሮና ኩሉ ኣቕልቦና ናብዚ ሸነኽ እዚ ክኸውን ኣለዎ دكتور أعطيك آخر أولا الأخوة اللي موجودين هنا طبعا أنا اليوم فعلا سعدت بوجودي مع الدكتور عبد القادر و إن شاء الله أحييه وأتمنى أن يستفيد أيضا من منصتنا كما قال أنه المنصات هذه يجب أن نستخدمها في توعية شعبنا وتمكينهم لمواصلة النضال ضد كل الأعضاء المتربصين لهم سواء كانوا أعضاء في الداخل والأعضاء في الخارج وأيضا أعضاء الداخل قبل الخارج فبالتالي أتمنى أن لا تكون أول ظهور لك هنا ولكن كلما لديك ورقة وتريد أن تستخدم مثل بقية المنصات التي تستخدمها أيضا نحن مرحب بك هنا أنا باسم الإدارة حتى قبل أن أفوض ممكن أن أرحب بك أن تأتي وتتبادل معنا الآراء ونتفاكر حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله للتخلص من المعاناة التي نوجد فيها يغني لنا دكتور عبد القادر أنا لومي مساخة أبزم مساعد عم حقوسي سلزي كنت أقدمها بالكاز بالكايا كل زلنا بايتا ومدرخات ناي مراخبي هزبنا من العالم هزبنا خافين كنت كملوا الناس بالتايب أنا وين بوجني جزية أبزلوكا جيناك أبزم محدار كي توكلكون كلخو زي مدرخنا كفوتي ينعخا كبل زفقدو لي مثلا سلازي جزية أبزرخب قالو حدش كنتات أبزلولو انتاي كنقبر جبانا انتاي كابانا انتاي تقلب كم زينا كاباخاتكم وين انتاي تقلب مسيكا كم جزاخا كتواسا عدمينا وسن يبلون قبل أن أعطي كلمة للدكتور حأعطي كلمة للأخوة من إدارة حوار لواء مشترك أبدأ بما هو أمامي الأستاذ أبو ناصر شكرا أستاذ قرماي الدكتور عبد القادر العثمان الرفة بالمناسبة دي تاني مرة نستضيفه في الغرفة هنا وهو عضو غرفة قديم معانا هنا فأشكرك كثير دكتور هذا المحاضرة الجميلة والمدخل المهم والموقف الوطني الواضح والمسؤول وأتمنى قبل ما تختم تعلق على المداخلات اللي تمت وأدي الفرصة للزميل معاشو سلمون عقباي فسها معاشو عقباي هم موجودين أول كده شوفهم هم موجودين كأسماء في الغرفة لأنه ممكن بعيد شيء يكونوا بس ممكن الدكتور الآن يعلق على المداخلات اللي تمت أوكي بعدك أختم شكرا جزيلا الأخوة إدارة مجموعة حوار المداخلات كلها كانت طيبة وجميلة وأثرت فعلا أثرت الحوار بشكل كبير وبشكل بناء وأعطتنا أفكار ومداخل لأفكار جديدة وتوصيات جيدة وبرزت وهذا لا يخفى على الساحة الوطنية برزت آراء وطنية أستطيع يعني أصنفها إنها خارطة الطريق يعني وحبيت أضيف فقط وليس من باب التشاؤم ولكن من باب قراءة الواقع
علمتنا تجارب الدكتاتوريات عند سقوطها، وهي لم قبل أن يكون الشعب مستعد تدخل الشعوب في دوامات كبيرة. يعني في إريتريا اليوم نعم سقوط النظام هو مطلب شعبي، ونتمنى زوال هذا النظام وهذه الزمرة الحاكمة، ولكن للأمانة يا أخوة لابد أن نكون مستعدين فكريا وذهنيا ونفسيا، أنه لا يعني بالضرورة سقوط النظام بداية مرحلة استقرار جديدة ورفاه ورغد. أحيانا قد يشكل مدخل رئيسي لتفعيل مشاريع على الطماعة التوسعية، سيما في المسألة اللي طرحناها اليوم في دنكاليا. يعني في وضعنا في دنكاليا اليوم، في هذا الوضع، في هذه المعطيات اللي قاعد تصير، قد يكون سقوط النظام هو مدخل لتدخلات أو الأطماع التوسعية في دنكاليا من إثيوبيا وغيرها. فعلشان كذا فقط لهذا الشيء تبرز مسؤولية تاريخية على عاتق كل الوطنيين، جميع القوى السياسية المعارضة. لابد عمل مشترك، أن تعمل هذه القوى السياسية الإريترية مع القوى الوطنية من أبناء العفر، لأنه إن ترك أبناء العفر اليوم في مواجهة مشاريع تقودها الدول قد يخسر الوطنيين المعركة. صحيح قاومنا في مراحل كثيرة، في لحظات تاريخية كثيرة قاوموا الوطنيين العفر، لكن هذا لا يعني في ظل المعطيات الجديدة أنه ربما يصمد أمام هذا الزحف من الأطماع. فعليه القوى الوطنية على الإريترية جميعا بكل أطيافها، على عاتقها مسؤولية كبيرة اليوم للتعاون بشكل جدي ومسؤول، وتتعاطى مع قضية دنكاليا بشكل جدي ومسؤول وحازم، لأن هذه مسألة وطنية، لأن غير كذا ممكن العفر لن يصمدوا، القوى الوطنية لن تصمد أمام هذا. بالإضافة لابد أن تكون هناك مواقف حازمة واضحة وحاسمة تجاه كل الأطراف أو الكيانات اللي اليوم تساهم وتساير في تفكيك دنكاليا وتوظف حتى قضية العفرية، قضية الهوية العفرية وقضية المطالب العفرية لحساب أجندات إثيوبية مثلا. فاليوم حماية المنطقة هذه يا إخوة، حماية هذا الجزء الأصيل من إريتريا يقع على عاتق كل الإريتريين، ليس فقط على عاتق العفر. الشعب الإريتري لابد أن يساهم قبل أن يصحى على حقيقة مرة، ويسعى على حقيقة تاريخية أو واقع جديد في إريتريا لا قدر الله، واقع يمس سيادة الوطن. وأنا أشكركم وسعيد جدا على هذه السانحة، هذه الفرصة والاستضافة، وأتمنى إن شاء الله أكون ما أثقلت ولا كنت ضيف ثقيل. فأشكر كل المداخلات التي أثرت الحوار، وشكرا جزيلا مني. شكرا دكتور. أوكي شكرا. كل حتوتاتن توساخ حساباتن لوبتاتن نتزغربكو هفتمو እዩ ምውዳቕ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኣብ ዘይተዳለናሉ ግዜ ከይከውን ብጣዕሚ ምጥንቃቕ የድልየና። ምክንያቱ ኣብ ዘይተዳለኻሉ ግዜ ዝወድቕ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ስዒብዎ ዝመፅእ ሽግር ብሩህ እዩ። ንሱ ከዓ ንናይ ወፃኢ ምትእትታውን ኩሎም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፀላእትን ዝኾኑ ሓይልታት ፅቡቅ መእተዊ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ። እዚ እውን ኣብቲ ናይ ምውዳቕ ህዝቢ ኣብ ዘይተዳለውሉ ዝወደቑ
ዲክታቶርያዊ ስርዓታት ዝረአናዮ ኩነታት እዩ እዚ ንኸይከውን እምበኣር ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ብሓባር ምስ ተቃወምቲ ዓፈር ክሰርሑ ኣለዎም ነዚ ሓላፍነት እዚ ክትስከሙ ክንስከምን ክስከምዎን ክንበቃዕ ኣሎና እንተ ደኣ እቲ ኩነታት ኣብ መሬት ዓፈር ዘሎ ንበይኖም ተገዲፉ ግን ንክፀንዑ ተፀግሞም እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ሽግር ናይ ኩልና ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ የመስግነኩም ይቀኒየለይ الو معاش سلامون كان حتدردش معاشه غني معاشه ممكن تستلم معاشه تفضل يا شكرا ابو ناصر عندهم قاشا دكتور عبد القادر ثانك يو سو ماتش نتي كونتريبيوشن هكا بزح كاني تماهيرنا له انا تماهير لي اي هاف تو توك زعباي زغزا لمدكا اكچوالي كما خازبولو خدلينا ايام كمت عم اسماعيل زبولو انقع ازي قدلنا يورارس هالوي ان تيم كونتريبيوترز دما بتاع صبو انبوت نيرو از يجوال قومي كل شيء ابو ناصر كا ثانك يو فيري ماتش نعخا نعو سلاذا عدم كنا ناتو صعري نا ابو ناصر صعري ازيا شكرا استاذ معاشو شكرا دكتور شكرا استاذ قرماي ايوه بكده نكون ختمنا اليوم ان شاء الله خلاص استلم الغرفه ابو ناصر ابشر ان شاء الله اول حاجه نوقف الريكورد ولا لايف